غابي مارو نينجا قرية إيواغاكوري شخصية باردة ما عندوش مشاعر، ما بيحسش، تقدر تقول كده ما عندوش دم، مل من القتل والخيانة، ما عادتش فارقة معاه، قرر يموت ومع ذلك ما نجحتش أي طريقة من طرق الإعدام، على الرغم من إنه مش فارقة معاه بس في حاجة مخلياه مقاوم كل ده، يا ترى هي إيه؟ وهل الزعيم هيقدر يموته وينتهي الأنمي على كده؟ أشك، شخص بالقدرات دي لازم يطول معانا حبتين. تنويه بس حابب أقول إن كل الأحداث دي أغلبها لا علاقة لها بالواقع ولا لها في الدين، وبعيدة كل البعد عن شريعتنا الإسلامية. لذلك محدش ياخد الموضوع على محمل الجد، ويلا بسرعة روح هات مشروبك المفضل وتعالى اشترك بالقناة واعمل لايك وفعل الجرس وخلينا نبدأ. ايه ده، نسيت اقول سلام سلام على اجدع ناس. بيبدأ الانمي ببنت بتستجوب مارو بتقول له شخص زيك اتولد كشينوبي ومن قرية إيواغاكوري اتدرب تحت ظروف قاسية جدا، صعب حد يكسر عظمه. فبيقول لها صح، اصل كل اللي هنا رجاله اي كلام، عشان كده انا ما اضطريتش استخدم النينجوستو اللي عندي. فبتقول له انت بتعرف تستخدم النينجوستو؟ طب ورينا كده شويه من مهاراتك. قال لها لا ما ينفعش. تاني يوم جهزوه عشان يتخلصوا منه عن طريق انهم يحرقوه وبيولعوا النار، بس ولا كانه في ساونا، النار ولا مأثره فيه بربع جنيه. والزعيم بيكون مندهش من اللي شايفه ودمه بيغلي حرفيا. بيقول لها والله يا جماعه انا مش بقاوم، بالعكس يا ريت اموت وتخلصوا مني. الهدوم كانت دابت من النار وهو عريان. بيقول لها انت هتتنيكي بحلقه كتير كده، هاتي حاجه اغطي بيها القوره. قالت له شغلي اني استجوبك، جسمك بقى فما يهمنيش. وبيحكي لها عن نفسه وان ابوه وامه قتلهم الشنوب الكبير شيخ القريه وهو كان طفل وما كنتش اعرف السبب، ومش حاسس باي مشاعر تجاههم، واحلامي فانا ما عنديش احلام. الشينوبي ما بيمتلكش اهداف عظيمه، وظيفتنا القتل وبس. وبتقول له ايه خلاهم يقبضوا عليك؟ فقال لها ده لاني حاولت اهرب من القريه فاتقبض عليا بسبب خيانه جماعتي ليا، وشيخ القريه هو اللي سلطهم عليا. ايوه اصل شيخ القريه دي ايده طايله لانه ما بيسمحش لايوتا حد يخرج من القريه، راجل مفتري وضغالي. ايوه ماشي كل ده كلام جميل، ايه بقى اللي خلاك تمشي من القريه من الاساس؟ قبل ما يقول لها السبب خدوه تاني يموتوه بطريقه اشيك، بيربطوه عن طريق الثيران، واحد في رجل والتاني في الرجل التانيه، وبيشدوه عشان يفتحوا له الحوض. الانسان الطبيعي ممكن يتحمل ضغط زي ده لحد 500 كيلو، انما الثيران دي بيبدا ضغطها ب 950 كيلو. انت متخيل؟ على كده دول مش هيفتحوا له الحوض وبس، دول هيفتحوا له الحوض فتحا شنيعا بطلوع الروح. وقتها البنت بتلاحظ انه حاول يقاوم وانه فعلا مش عاوز يموت، وبتقول له ده لان اي حد بيمتلك اراده الحياه. وبتقول له ليه حاولت تهرب من القريه؟ ممكن تجاوبني على السؤال ده؟ فقال لها مش لسبب مهم، كنت الافضل في إيواغاكوري، كسبت الشيخ وجوزني بنته وكانت غبيه، كانت بنت هاديه وساذجه، قلبت حياتي رأسا على عقب. وبيبان تعامل زوجته معاه كويس خالص عكس ما هو وصفها. وبيقول انه زهق منها وحاول يهرب بس مفيش مفر، وكان معمول له فخ، عرفوا انه لو راح لاي مكان هيجيبوه برضه. وقتها استسلم. كل حاجه انتهت بسبب انه ما سمعش كلام الشيخ، بعد ما قرر يعيش هو وزوجته حياه مستقره زي الناس الطبيعيين. ولما عرف الشيخ على الموضوع ده رفض تماما وحاول الهروب، وحصل اللي حصل. في الليل واحد بيسالها عن اسمه، فبتقول له ان اسمه غابي مارو. بيقول لها لا ده غابي مارو الاجوف. فرق ايه يعني اللي انت ضفته؟ تعال اقول لك ليه سموه الاجوف، لانه بلا مشاعر ودموع. وحش قتل 20 شخص اول ما اتقبض عليه. وفي اشاعه بتقول ان الشينوبيين اللي من إيواغاكوري بيستهلكوا اكسير الحياه، علاج الخلود اللي بيجي من شينسينكو. بس غريب ايه اللي يخلي واحد اجوف بدون مشاعر يقتل 20 شخص؟ ومارو مع نفسه بيفكر هو ليه بيقاوم الموت؟ مفيش حاجه يعيش عشانها. تالت محاوله قتل ليه بياخدوه يرموا عليه زيت بترول وهو يولعوا فيه، وبتوصل حرارته ل 370 درجه مئويه، ولكن برضه النار ولا محوقه، طلع منها كأن شيئا لم يكن. من شده الحراره النار بتمسك في الحراس اللي واقفين، والزعيم بينصدم هو ليه ما بيموتش، وبياخدوه عشان يعدموه وهو بيسال هم مودينه على فين. بيقول له الزعيم اتقل شويه خلاص هانت. بيصدمه ويقول له ان دي مش مفتشه عاديه، دي مختبره سيوف وجبناها مخصوص من ايده. وبنعرف ان اسمها يامادا اسايمون من عشيرة يامادا، أعظم عشيرة خدمت كمختبرة سيوف وجلادين. دي بقى اللي هتطير رقبتك من ضربة واحدة. بيستغرب مارو ويقول لها أنت أسايمون وطلعت بنت؟ أيوة بنت، مش أنت كان نفسك تموت؟ أنا دلوقتي هحقق لك رغبتك. ومن الخوف بيتخيل ان رقبته طارت فعلا. بيدمر الكلبشات ويامادا بتهجم عليه، بس هو بيتفادى هجمتها بكل براعه، وفعلا بتقدر تجرحه. بتهجم عليه تاني وبتقول له طالما انت بتقاوم يبقى اكيد في حاجه انت عاوز تعيش عشانها. وبتستنتج من تاريخه انه بيحب مراته وان هي الحاجه الوحيده اللي باقيه له في حياته. بيفتكر زوجته وهي بتعامله كويس على انه شخص طبيعي وبتتحرك مشاعره. وبيهجم على يامادا وبتعرف انه كان بيكذب على نفسه وكان بيقاوم الموت بسبب مشاعره ناحيتها. بيقول لها خلاصي انت ما تعرفيش اي حاجه
عن اللي انا عشته. بنعرف ان عندهم في ايواغاكوري الرجاله عباره عن جنود والنساء اداه لانجاب الاطفال، ومماش عايشين زي الناس. بس زوجته غيرت عنده الشعور ده لما كانت بتتعامل معاه وهو كان بيتكسف، وبتقول له مفيش حد اتولد من غير قلب. كلنا بنحس رغم القسوه اللي فينا، وبيهجم على يامادا وبيحاول يقنع نفسه وبيقول انه اجوف وما عندوش مشاعر وعمره ما يعيش زي الناس. وبتقول له لا يا باشا، الكلام ده كان زمان، ده عفو رسمي هيشيل عنك كل جرائمك اللي عملتها وهيمنحك حمايه الشوغن، والشهاده دي لمكتب القاضي ولا شنوب القاره هيقدر يعمل لك حاجه، بس بشرط تروح للعالم السفلي. قصدك في الاخره يعني؟ انا مش عارف اللي جاب الاخره بالعالم السفلي. بتقول له لا، دي ارض ما فيهاش اي الم وكلها سعاده وفرح، ارض شينسينكو امن الناس بيها على مر العصور، ودي اسطوره عند اليابانيين، وبيقولوا ان هناك اكسير الحياه اللي بيمنح الناس الخلود. وفي شينسينكو بعتوا ناس لهناك، ولكن رجعوا عبارة عن جثث منبتة بالورد، وكل ما يبعتوا حد يرجع بنفس الشكل الغريب ده. بيقول لها بس دي خرافة. بتقول له الكل اعتقد انها مجرد خرافة، بس اتأكدوا لما الناس رجعوا كلهم ورد، وهيبعتوا الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام البعثة الجاية، واللي هيرجع باكسير الحياة هيعفو عنه. وبتقول له انا جيت هنا ادور على حد يترشح، حد عنده القدرة والمهارة والرغبة للحياة. وبتقول له كمان وانا في طريقي لهنا عرفت ان زوجتك لسه في ايواغاكوري، ومن ساعة ما اتقبض عليك وهي حابسة نفسها ومش راضية تتكلم مع حد، واكيد هي مؤمنة برجوعك بعد كل ده. هل انت عندك القدرة اللي انت تروح للجزيرة دي مع ناس محكوم عليهم بالموت عشان تعيش مع زوجتك في سلام يا غبي مارو الاجوف؟ وبيقول لهم الزعيم انتوا بتهروا في ايه، وبيأمر الحراس يقتلوه، ولو اتدخلت هموتك معاه. فبيقول له ياما ده انت كنت عايزة تشوف النينجستو، اتفرجي بقى. وبيطلع لهب من جسمه وبيهجم عليهم وما بياخدوش في ايده غلوة، وبيكون مموتهم كلهم، والزعيم مصدوم من اللي شافه وبينزل على ركبته من الخوف. وبيقول له ياما ده انا موافق اجيب اكسير الحياة، ها هنعمل ايه بقى؟ بتقول له هنروح على ايده. فبيقول لها ليه ما نروحش للجزيرة على طول؟ بتقول له خلاص لو مش هتيجي نلغي الرحلة. بيقول لها خلاص جاي، مش مهم عندي اواجه مجرمين، المهم ان ارجع عايش عشان زوجتي. بتبدأ الحلقة الثانية بيامادا وبتحكي عن نفسها وهي طفلة وانبهارها بابوها اللي كان من امهر الجلادين، وانه ازاي كان بيعدم المجرمين من غير ما يحسوا باي الم، وده حببها في انها تكون جلادة ماهرة زي ابوها، وفعلا بقت محترفة جدا وبقت بتقتل زيه من غير ما المجرم يحس باي الم. في مقابل ده بيراودها مشاعر خوف، ودايما كانت بتشوف الناس اللي قتلتهم صحيوا وبيشدوها، وفي كل مرة كان بيتكرر الموضوع، وكانت بتحس بأرق وتوتر شديد. وبتقول ان الاحساس ده بيتقل السيف بتاعها وبيخليه اصعب في الاستخدام. نروح للمكان اللي جمعوا فيه المجرمين المتطوعين اللي هيروحوا ارض النعيم، والقائم على الموضوع ده زعيم كبير اسمه تايشوجان ال11، وبيلقبوه بصاحب السعادة. ولما بيعرض نفسه على المجرمين بيكون ولا فارق معاهم ايه يعني زعيم او حاكم، وبيتصرفوا بهمجية وعنف، وبيكون الحراس مرعوبين من عددهم لانهم لو اتجمعوا عليهم هيسوحوهم. ومن ضمن الرجالة البايظة دي غابي مارو. بيقولوا لهم انتوا هتروحوا لشينسينكو وترجعوا باكسير الحياة اللي بيمنح الخلود، واللي هينجح في المهمة دي هياخد عفو رسمي، واللي هتبقى في شكل الشهادة دي. بينبسطوا وبيتحمسوا، ومارو عمال بيتاوب ولا فارق معاه غير انه يخلع الفوطة اللي على وشه دي علشان يقدر يتنفس. وواحدة من المجرمين بتعكسه بتقول له انت ياض يا ابو شعر ابيض، انت غبي مارو، بس انت صغير وبائس وقصير كده ليه؟ شكلك غير ما بتقول الاشاعات. ويامادا في دماغها بتقول هو فعلا شخص كسول زي ما هو باين ولا شرير زي ما بيقولوا؟ بعد ما بينبسط المجرمين بالموضوع بيخلوهم يشيلوا الفوط، وبيوروهم منظر واحد راح لبعثة هناك والوحيد اللي رجع، وزي ما انتوا شايفين ما عادش انسان، لانه بعد ما رجع جسمه كان كله تكتلات وبدأت تنبت في جسمه الورد. وان دي كل معلوماتنا عن الجزيرة، لان كل اللي راح مرجعش منهم غير الشخص ده. بينصدموا وبيعرفوا قد ايه خطورة الجزيرة دي. واحد بيشغل مخه عليهم وبيقول لهم بما ان دي المعلومات الوحيدة اللي انتوا عرفتوها عن الجزيرة، فازاي عرفتوا ان فيها اكسير الحياة؟ فبيقول لهم حارس خلاص يا اخواتي، اللي مش عايز يروح ممكن ينسحب من الليلة دي. وبالفعل واحد بيقوم ينسحب وبيقول لهم ايه القرف ده يا عم، الموضوع خلى الواحد جسمه يقشعر، ولسه ما كملش كلامه ورقبته بتطير. نسيت اقول لكم، اول ما توصلوا الجزيرة هنعين عليكم مراقبين، بما انكم محكوم عليكم بالاعدام مسبقا، فاي تصرف غير مقبول في الجزيرة هتطير فيها رقابي. والمراقبين دول من عشيرة يامادا اسايمون، يعني لو فكرتم تقلوا ادبكم معاهم هتحصلوا اخوكم اللي لسه واقع حالا. وكمان اللي هيرجع من غير المراقب بتاعه ما يجيش احسن له، يعني نحافظ على بعضنا كده عشان نبقى حلوين. وكمان محتاجينكم تقللوا عددكم عشان احنا محتاجين اقل من كده، المراكب مش هتستحمل العدد ده. لسه واقفين بيفكروا ويلاقوا واحد خانق اللي جنبه وموته، فعلا مفيش اي رياكشن من
الحراس. يعني هيص يا معلم. بس من غير ما حد يفك ايده يا جماعه بعد اذنكم، وما اقولكش بقى المجزره اللي حصلت. وصاحب السعاده قاعد متكيف من اللي بيحصل، والحارس بتاعه بيقول الراجل ده اتهبل ولا ايه. بينادي صاحب السعاده ويقول له قول لي اسامي الناس اللي عليهم ختم احمر، يعني اللي عندهم قوه استثنائيه، بمعنى اخر عندهم قوه خارقه. ده اولهم على الرغم من سنه صغير، ولكن ده رئيس عصابه كامله. ثانيهم الحته دي دي اتورطت في غزو قلعه ساغيرو دي كنويتشي، وبفضل الله قضت على كل خادم في القلعه. سالتهم المعروف بتنين النصل، وهالك ده بيقولوا انه بيتغدى كل يوم بدب، وكمان ولا سيف ولا رمح بيحوقوا معاه. وابرزهم الاسطوره الحيه غابي مارو. ايوه يا حاج، اللي قاعد هناك ده وحرفيا كله بيقطع في كله، محدش مستجري يجي جنبه. بيجي ايزن دونو بيقول لي يا مدام مش بعيد الاجواء تكون اكتر وحشيه من كده في الجزيره. عشان اكون صريح معاك، احنا مش بنتعامل مع بني ادمين، لا مؤاخذه في اللفظ، احنا بنتعامل مع بهايم. في وقت زي ده انت هتقدري تقاتلي؟ خلينا انتهز الفرصه واقول لك انه للاسف ده مش مجالك، انت مكانك المطبخ. من الاخر هو بيقلل من معنوياتها، بتقوله مع كامل احترامي البغل زيك لو كنت اقدر كنت عملت كده. بنرجع لذكريات يامادا وان طفولتها كانت زمان صعبه جدا، عشيره كامله اكل عيشهم من موت الناس، عايزهم يعيشوا ازاي؟ ده غير التنمر اللي كان بيحصل لها لدرجه ان الاطفال كانوا بيحدفوها لحد ما وشها ينزف بسبب انها كانت ضعيفه، ولحد ما اتعرفت على السيف وعرفت حقيقه نفسها. وبيكون في 3 مجرمين عايزين يهربوا من المكان، وانسب حل لهم انهم يهجموا على الساموراي ويجتازوا المكان. بتشوفهم يامادا وبتقول له عنك انت، عندنا الطلعه دي. بتتشجع وبترفض تقبل على نفسها اي اهانه وهي ساكته، وبتدخل عليهم فعلا وهي خايفه، بس بتقضي عليهم في النهايه. بيدخل مارو في الموضوع اخيرا وبيقول لهم قتل الناس امر غير مقبول بالمره، انتوا ازاي قابلين حاجه زي كده؟ مفيش طريقه تانية تختاروا بيها مين هيروح غير دي. يمكن نكون كلنا مجرمين، بس مش كل واحد فينا قتل عشان هو كان عاوز كده فعلا. مارو ما كانش بيقتل في الناس، شيخ القريه هو اللي كان بيجبره على ده. بيقول له واحد انت ازاي تكلم صاحب السعاده بالطريقه دي؟ يقول له حاسب يا عم انك تقتل الناس وانت مكروه على ده اكتر شيء طبيعي في العالم، انما اللي بيحصل دي فوضى. بينادي الحارس على واحد من المجرمين وبيقول له لو قتلت الراجل ده هوديك البعث. الراجل ما بيصدق وبيحدفه بالحجر بس بيتفاداها، وبيقول مارو في سره هو اللي اجبرني على ده. بقولك يا زميلي هتعورني اعورك وهبوظ لك منظرك. بيقول له انا فكرتك مش عاوز تموت حد. بيقول له هو كذلك بس مش عاوز اموت كمان. واللي جاي ده بقى متعه الحلقه. جاهز يا صديقي للاكشن؟ وحرفيا ده مش بيبوظ له وشه، لا مؤاخذه مره تانية في الكلمه، ده بيفشخ له وشه وبينزل في الباقي زي الحمار الوحشي. والطرق القتل اللي مارو بيموت بيها الشنيع، ما عندوش ياما ارحميني، والكل بينصدم من قدراته حرفيا. وفي الموقف ده يامادا تدرك انها ما كانتش محتاجه تقاوم الخوف من القتل، ولكن الخوف من انها تشيل وزر النفوس اللي قتلتها. وبما انها المراقب على مارو بيقول لها ايزن دونو دي شكلها مسؤوليه كبيره عليكي، انا بفكر تنسحبي وتروحي المطبخ احسن. بتقول له لا هقتله. وخلاص كده هم صفوا على 10 اسامي، وكل واحد منهم هيبقى معاه سايمون جلاد من عشيره يامادا، وهتروحوا تجيبوا اكسير الحياه اللي هيمنحكم الخلود وتيجوا، وهنديكوا العفو الرسمي وما تقلقوش انتوا رايحين جنه النعيم. وبكده هم في طريقهم الى ارض شينسينكو. بعد استعداد مارو وصولهم على الجزيرة هو وساكوري اللي من عشيرة يامادا، مارو بيأكد لها ان اكسير الحياة موجود فعلا، لانه لما كان طفل شاف شيخ القرية انضرب ب 13 رمح في جسمه وسيف اترشق في دماغه وتنه عايش. وانا متأكد انه واخد من اكسير الحياة ده، واللي انا متأكد منه ان شيخ القرية مرضع مارو من اكسير الحياة. هتسألني ازاي؟ اقول لك روح اسمع الحلقتين اللي فاتوا. بيكملوا في طريقهم للبحث عن الاكسير، وبيكون مارو لسه مقيد بالحبل، وشجرة بتكون مندهشة من مناظر المكان وان شكلها شبه الجنة فعلا، وبتقول له واضح ان الاكسير ممكن يكون هنا لان المكان شكله جميل جدا. بيقول لها مارو انت متاكده من ان المكان شكله جميل فعلا؟ والله انت متغفله، ركزي كده على الزهور اللي موجوده دي شكلها غريب، ولو لاحظت ان النباتات دي كانت موجوده في وش اخر شخص كان ناجي من الجزيره دي، فما تتغريش بالمظاهر لان المظاهر خداعه، وكوني مستعده للخطر في اي وقت. وبيقطع الحبل وساكورا بتتعصب وبتقول له انت قطعت الحبل ليه يا عم؟ انت كده بتخالف القوانين. بيقول لها طب بالعقل هجيب اكسير الحياه ازاي وانتم مكتفيني كده؟ اما قوانينكم دي غبيه
غبيه بشكل، مدينا اكل يكفي يومين، وكمان مدينا الصوره مش باين لها ملامح على اساس انها الاكسير وهم ما كانوش شافوه اصلا، ففكيها شويه كده وبلاش تتعبيني معاكي. وبتقول له انا ماليش دخل، دي قوانين ولازم تلتزم بيها، ويلا اربط الحبل. وبتحط سيف على رقبته وبتقول له والا هموتك، وبعدين انا مش جايه هنا اساعدك، انا جايه مراقبه عليك، وكل مهمتي انك لو عملت حاجه غلط اموتك، وماليش دعوه بقى باكسير الحياه واكسير البطيخ. ولسه بتربط له الحبل وفجاه الاقي لك كره بلياردو ضخمه دخلت في مارو وطيرته، واللي حدفها واحد من ضمن المجرمين اللي سافروا على الجزيره، والغريب انه ولا مقيد ولا بتاع، ومنشكح قوي انه ضرب مارو ومفكره مات. وساكورا بتنصدم لما بتلاقي المراقب بتاعه واقف ومش بيتدخل وعامل من بينها، وفجأة مارو بيصحى من الضربة وبيقول له انت غفلتني يا اسطى بالضربة دي، انا ما كنتش متوقعها. وبتقول له ساكورا اوعى تستهزأ بالمجرم ده لانه خطير وقوي، وياما قتل الجنود وسرق اسلحتهم لانه مهووس بالاسلحة دي. فمارو بيقول لها سؤال بس، هم فاكين ايده ليه؟ هي فين القوانين يا حاجة؟ فبيقول له المراقب بتاعه عادي يا زميلي هنبقى نربطها واحنا راجعين، لان شكله متخلف وانا مش عايز اوجع دماغي معاه. وهو بيقول لها عشان كده يا ساكورا انت هتفضلي رتبتك قليلة عشان بتسمعي الكلام وبتنفذي اوامرهم بالظبط. يقول المجرم لمارو انت عمال ترغي معاه وسايبني، انت مش شايفني ولا ايه؟ انت شكلك قوي بقى، خلينا نجرب اسلحتي دي عليك. يقول له مارو بقول لك يا زميلي ما تخلينيش اضيع وقتي معاك في القتال، وخلينا الاقي الاكسير قبل ما حد تاني من المجرمين يحصل عليه. فيقول له مش فارقه لانهم مش هيلحقوا يوصلوا له لاني هخليهم يحصلوه. بيقولوا المراقب ده بقول لكم يا اخواتي انا مش هتدخل، انا جاي اراقبه بس، شوفوا شغلكم. بيقول له مارو للمجرم انت كده هتضطرني ان اقتلك، ومراتي هتزعل مني بسبب القتل اللي على الفاضي والمليان ده. وبيهجم المجرم على مارو ولسه بيستعد، فساكورا بتقول له بعد اذنك اربط الحبل قبل ما تتخانق يا شيخ هو ده وقته. بيقول لها حاضر وبتلخم فيه، والمجرم بينزل على دماغه وجسمه وعمال يجرب في الاسلحه بتاعته ومش راحم مارو. والفتاك ان كل الاسلحه بتتكسر على مارو، مش قلت لكم رادع من الاكسير، ولما بيجي يضربه برمح بيكون ربط ايده فبيضربه برجله يطيره هو واسلحته ببابا غنوجه. وساكورا واقفه متنحه من قوه مارو مستغربه ازاي رفع المجرم ده برجل واحده. بعدين الاسلحه اللي طارت في الهواء دي كانت راجعه على دماغ مارو، ولكنه بكل مهاره قدر يتفاداها وبيخبط سلاح في المحارب وبيوقعه. وهنا المحارب بيتعصب جدا وبيقول له انا لسه كنت بسخن، اجهز بقى عشان انت هتخليني اطلع الكلب اللي جوايا. المهم يعني مارو بيعمل منه شيش طاووق وبيخلص منه، وبيقول لي ساكورا احنا ضيعنا وقت كبير مع الحيوان ده، يلا ندور على الاكسير، بس الاول فك الحبل ده بدل مخنوق بيه. وهنا المراقب اللي كان على المحارب بيطلع سيفه وبيقطع رقبته وبيقول لهم انا كده خلصت مهمتي، مع السلامه يا اخواتي، يخرب بيت روقانك يا جدع. بس مارو بيقول له وانت كمان مش هتموتني؟ بيقول له انا مش عدوك، انا مجرد مراقب هنا ومهمتي خلصت وراجع لمكاني، سلامات يا زميلي. فبتقول له ساكورا وهو ماشي خلي بالك وانت ماشي لانه في مجرم اسمه ستون مختفي، وخلي بالك عشان ما يسوحكش. بيقول لها الخوف مش عليا، الخوف عليك انت، لان انت معاكي شخص جامد فحت ومجرم خطير، لان خلاص خلصت مهمتي بدري ومش عايز حاجه من الدنيا. وبقول لها انت صعبانه عليا قوي لانك مع شخص قوي جدا، وانا لاحظت قوته لما كنا على السفينه، لان حصل مضاربات كتير عشان يقللوا عددهم، وكمان في مجرمين اتفقوا مع المراقبين اللي معاهم واتحالفوا واغلبهم بوظوا القوانين. فبتقول له ما تقلقش، كل اللي عمل غلطه هنا هيتعاقب بعد ما نخلص المهمه. بيضحك ويقول لها انت على نياتك قوي، مين قالك ان في حد هيتعاقب؟ اول ما قبيله الشوغان دي هيحصلوا على الاكسير مش هيفكروا في عقاب ولا غيره، لان همهم الاول والاخير هو الاكسير، واول ما ياخدوه هيسامحوا المجرمين ويعفوا عنهم. ولو انت مصممه تنيكي كده فنصيحه سيب المهم وانا هقتل لك مارو. ولسه ما خلصش كلامه ومارو بيجري عليه بسرعه ويمسك السيف بتاعه ويقول له بقول لك يا زميلي خد بعضك واتكل على الله من هنا. خالص يا شبح انت عندك حق، انا لازم امشي لان خلال يومين كل اللي على الجزيره دي هيموتوا واحد ورا التاني، ومش هيبقى منهم الا واحد بس. ولما بيمشي بتشك ساكورا ان الشخص اللي هيبقى هو اكيد غابي مارو، وعلى طول بيهجم عليها عشان يقتلها، بس بتصد هجمته بسرعه وتقول له انت بتعمل ايه يا متخلف انت؟ بقول له انا كنت عايز اموتك من غير الم. نرجع بالزمن بغابي مارو لما كان طفل صغير، بعد ما شيخ القريه قتل ابوه وامه بيقول لهم انهم رفضوا تنفيذ الاوامر وكانوا عاوزين يهربوا، واحنا عملنا معاهم الواجب وقتلناهم، وما تقلقش هنونا انا هربيك بطريقتي. بص لاهلك وهم ميتين، انت لازم تكون من غير مشاعر لانها لو سيطرت عليك هتبقى ضعيف، لازم تتخلى من المشاعر تجاه اي شخص عزيز عليك. نرجع للقتال اللي ما بين ساكورا ومارو، وبتقول محاولتك قتلي تعتبر اختراق للقوانين. بيقول لها انتوا القوانين بتاعتك لان قريب الاشيره بتاعتي هتوصل الجزيره وانا لازم الاقي الاكسير قبل ما يوصلوا، وبصراحه انا مش بكرهك بس انت اللي معطلاني ولازم اتخلص منك عشان اعرف ادور على الاكسير. وبيحاول مره تانية قتلها، وساكورا بتفكر وتقول واد ده مجنون وعنده ايرور في مشاعره، بس طالما انه اخترق القوانين فلازم يموت. بس اللي انا مش فاهمه ان كل ما ساكورا تجيلها الفرصه انها تقتله بتكون متردده، وهكذا مارو، وبتقول ان ممكن يكون ده سبب مشاعر الخوف اللي مسيطره عليها. ونفس الشيء مع مارو، بيفتكر مراته لما كانت بتقول له انك لما تحاول تقتل حد اكيد هتبقى خايف ومتردد. بيقول لها لا انا اصلا بدون مشاعر وما عنديش دم، واي حد هيجي عليا هعمل معاه الصح. وبتقول له ان الشجاعه الحقيقيه انك تكون شخص طيب وعندك مشاعر، وطول ما انت طيب هتلاقيني جنبك.
نرجع للقتال تاني، ومارو بيكون خلاص في ايده يموتها، ولكن بيكون متردد وبيقول لنفسه ما ينفعش اكون شخص ضعيف كده، البنت دي لازم تموت عشان اعرف اجيب الاكسير واخد العفو وارجع لزوجتي من تاني. وبيفتكر كلام الشيخ القريه لما كان بيقول له طالما انت بدون مشاعر مفيش حد هيقف قدامك، والواضح انه في صراع نفسي ما بين اللي علمه له الشيخ واللي علمته له زوجته. وبيهجم عليها وبيكسر السيف بتاعها وبيقول لها خلاص كده يا حلوات شاهد على روحك. بتقول انا لاحظتك متردد في قتلي وشكلك شخص طيب وضميرك كويس، وبيقول لها بالعكس انا بدون مشاعر. وبيهجم عليها وبيحط السيف على رقبتها والشر اللي جواه بيطلع على وشه. فبتستسلم سكرة وبتقول خلاص كده انا اروح حياة البرزخ بدري، انا لسه شابة ما استمتعتش بشبابي، اشهد ان لا اله الا الله وداعا ايتها الدنيا اللي ما فيهاش حد سالك، سلام سلام على اجدع ناس. بس فجأة مارو بيفتكر زوجته والشر اللي كان مسيطر عليه اختفى، وبتتصدم سكرة من اللي عمله وبتقول له فعلا ده شخص طيب، لانه كل ما بيموت حد بيحس بالندم. ومارو بيقول لنفسه انا ازاي ضعيف كده، كله منها اللي جابتك على ملا وشك. وبيقول انا فعلا شخص طيب. بتقول له مشاعرك الطيبة دي مش ضعف، دي سر قوتك. وبتقول له خلال اخر مواجهة ليك قدرت انا كمان اتغلب على مشاعر الخوف اللي كانت بتطاردني. وبتقول له انا خلاص هتحالف معاك بس بشرط لما نخرج من الجزيرة دي على خير تبدأ حياة جديدة. في الجهة الاخرى في مجرم وسيف اتحالفوا مع بعض وبيشوفوا تمثال كبير وبيخمنوا انه اكيد من صناعة البشر. تيجي الفراشة تقرص المجرم من ايده وبيستغرب هي ازاي بوش انسان، دي اكيد مش فراشة عادية، نهار اسود لا تكون مسممة. بيقتلها وعلى طول بيقطع ايده عشان السم ما يتنشرش في جسمه، وخلال ثواني بتتحول ايده لشجرة منبتة. فلت يا ابن المحظوظة. وبيظهر سرب كبير من الفراشات وكائنات غريبة باشكال غريبة، وبيقول له جنة النعيم وبتاع ايه دي الجحيم بعينه. وفي الجهة التانية في وحش عملاق على شكل سمكة بيطلع لمارو وساكوري، فبيستعد مارو للتعامل مع البتاع اللي هو لا محصل وحش ولا سمكة ده. وبيقول له ساكوري ارجعي انتي وانا هتعامل. وفجأة بتخلص الحلقة. انت مستغرب ليه؟ هي خلصت فعلا. تعال اقول لك بقى مين هو تنين السيف. كان اجمل واحد في قريته، ولما استضافوا واحد من اغنياء القرية لاحظ انهم ملقبين نفسهم بعيلة التنين. المهم بيقعدوا مع بعض يشربوا شاي، والساموراي اللي معاه بنعرف ان اسمه تياما، وبيقعد يستفز في صاحبنا ويقول له انت بقى التنين بأمارة مين؟ يا زميلي انت اخرك تاخد اسبرين مش تسمي نفسك التنين. بيتعصب صاحبنا وبيتطربق على دماغهم البيت، وبالفعل ده اللي خلاه مجرم وجابه للجزيرة دي. وبيقول للمراقب اللي معاه تعرف انا مش ندمان على اي حاجه عملتها على الرغم من اني محكوم عليا بالاعدام، بس اول ما احصل على الاكسير واخد العفو الرسمي وابقى خالي من كل التهم اللي عليا، وقتها هقدر اطور من مهاراتي في استعمال السيف واكسر الدنيا واعلم على زعيم القريه ده اللي مفكر دمه شربات. بقول له المراقب انا مش فاهم حاجه برضه، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ لان كلامك مش منطقي. بيقول له يعني انت اللي منطقي بالحاجات اللي في جنبك دي؟ السيف اللي زيك بيكسب لهم يتعيشوا من قتل الناس، بس السيف بيعرفوا بنفسه. بيقول له انا اسمي فوتشي، وان عشيره اسامه مش بتعدم المجرمين بس، لان بعد ما بنعدم اي حد بناخده نشرحه وبنستكشف الامراض اللي عنده، وده بيساعدنا ان احنا نصنع ادويه جديده. يعني من الاخر احنا لينا فايده اكتر منكم. وبيطلع السيف وبيحطه على رقبته وبيقول له تاني مره تتكلم عننا بطريقه احسن من دي. فبيقطع الحبل وبيقول له ماشي يا عم خلاص سيبني في حالي بقى. بيقول له المجرم اكيد في مجرمين اقوياء على الجزيره، فلازم ادور على الاكسير والاقيه وبعدين ابقى اتخلص منهم براحتي. فبيقول له السيف في سره ان الغابه مليانه حشرات سامه وخطيره جدا، واللي بعت الحشرات دي الشوغن، ولو المجرمين ما عرفوش يحصلوا على الاكسير في اسرع وقت الشوغن هيبعتوا حشرات اقوى واكتر سميه من كده. في الجهه التانيه غابي مارو بيكون مستعد انه يواجه الوحش السمكه ده، وبيكون مستغرب ان في وحش بدراعاته، وبيقول ان اكيد الجزيره دي خطيره جدا. وفجاه الوحش بيهجم عليه، بس مارو بيجري عليه وبيديه هيد شوت في دماغه، بس الوحش بيمسكه ويلزقه في الارض. وساكورو بتحاول تساعده بس بيقول لها خليك انت ورا وانا هتعامل. ومارو بيفتكر كلام الشيخ القريه لما كان بيقول له ما ينفعش تواجه شخص انت ما تعرفوش، او بالاصح ما تعرفش قوته. وبيشوف ساكورو وهي بتواجه الفراشات السامه، وبيقول طب اهرب واسيبها ولا اعمل ايه؟ بس الوحش ما بيدوش فرصه يفكر، وبيمسكه ويرفعه في الجو وبيفرتكه في الشجر وبيرميه على الارض. واول ما بيبص على ايده بيلاقي دم وبيعرف انه اتجرح. وبيقول لساكورا شكل الوحوش دي قويه جدا، والصدمه الكبيره لما بيظهر وحوش اكتر غريبه ومبتسمه وشكلها مرعب جدا. وساكورا بتتنح وبتقول له مارو احنا كده اتحاصرنا يا معلم، بس هو بيقرر يستخدم النينجوستو اللي عنده، وبيهجم على وحش وبيحرقه حرفيا. وساكورا بتنصدم من قوته وبيهجم على التاني من رقبته وبيفجرها حرفيا. وبيقول لنفسه عشان احصل على العفو الرسمي لازم اموت كل الوحوش دي. وساكورا ادركت فعلا خطوره مهمتها بعد ما شافت قوه مارو الحقيقيه، هو نازل في الوحوش تقطيع. وبتقول هرسود الموضوع كده فعلا فلت من ايدي، وشكل المهمه دي مش هتعدي على خير. وفجاه بيظهر
بيظهر وحش من وراها وبيهجم عليها والحشرات كمان بتبدا تمسك فيها، بس مارو لما بيشوفها بيتردد انه ينقذها وبيفكر وبيقول سيبها تموت واخلص منها ولا انقذها، وفجاه بيلاقي نفسه في اتجاه الوحش وموته وانقذها. وبيستغرب هو عمل كده ليه، وبيجي سيف يخلص على باقي الوحوش وبينقذهم. وبتظهر مجرمه اسمها يوزوريا وبتنصدم من قوه مارو، بتقول له عاش عليك يا اسطى، انت اللي قتلت كل ده، على فكره احنا نينجا زي بعضينا. وبتستغرب ساكورا ليه هي معاها 2 من المراقبين. اقول لك انا ليه هي معاها 2 من المراقبين. البنت يوزوريا دي بلوى السوداء، تقدر تتحكم في اي حد وتخدعه عن طريق بلاش نكمل. ومارو بيقول لها ايه يعني نينجا، في الاول والاخر احنا اعداء بس. بتقول له انت ليه بتحمي السيافه اللي معاك، وبتبدا تتلزق فيه. بتقول له انا عايزاك تبقى شريكي في المهمه هنا وانا هسمع كلامك في اي حاجه انت هتقولها. بس مارو بيمسكها من دراعها وبيوقعها على الارض وبيقول لها مش عليا الكلام ده، انا عارف العيبك. فبتقول له لما نبقى 5 افضل من ان احنا نبقى 2 وهنقدر نساعد بعض. بس ساكورا بتقطعها وتقول لها معلش يا اختي انت ازاي معاكي 2 من المراقبين. فبيعرفها واحد من السيفين على نفسه وبيقول لها انا كنت مع احد المجرمين بس يزورها قدرت تضحك عليه وخدعته وانا قتلته لانه خالف القوانين وجيت معاه، والسيف التاني هو المسؤول عن يوزوريها. وبتقول لهم ان هم شافوا من وحوش وتماثيل وحشرات غريبه جدا قبل ما يقابلوهم، وشكل كده الجزيره دي خطيره جدا، فلو قدرنا نتعاون مع بعض هنقدر نوصل لاكسير بطريقه اسرع. فبتقول ساكورا مفيش مانع نبقى مع بعض. بتنشكح البنت قوي بتحضن مارو بس هو بيوقعها على الارض تاني، ولكنها بتقدر تفك نفسها وبتقول له انا مش ضعيفه وممكن اخدعك بسهوله، وقتها احصل على اكسير الحياه وهنجو لوحدي. وبتقول له انا عندي معلومات مهمه جدا عن الجزيره ممكن اقولها لك مقابل انك تساعدني بقوتك. وبتقول له من اخطر شيء في الجزيره دي مش الوحوش ولكن الحشرات. فبيقول لها مارو وانت عرفت منين؟ فبتقول له بكل سهوله خدعت المجرم اللي قبلك وقدرت تربطه بالشجره وجربت عليك كل الحشرات وشفت النتيجه كانت عامله ازاي، وعرفت كمان ان في حشرات مش بتهجم عليك غير ما انت تقرب منها. وبيقول لهم السياف اللي التماثيل اللي هنا معموله لديانات معينه واكيد اللي صنعها البشر. وبتقول له ساكورا انا لاحظت كده فعلا. فبيسال مارو يزورها ايه اللي خلاكي تيجي الجزيره دي. فبتقول له ان عندها اخت صغيره مريضه مرض خطير جدا وعايزه تساعدها وقررت تنضم للنينجا علشان تحصل على فلوس وتساعد بيها اختها، بس في الاخر انضحك عليها واتحكم عليها بالاعدام، عشان كده انا لازم اعيش واحصل على العفو رسمي واساعد اختي. بقول لها مارو ماشي، هاتوا بقى كل المعلومات اللي عندكم قبل ما نتفق ونتعاون الاول. وفجاه ساكورا بيغمى عليها من التعب والارهاق. تعال اعرفكم على قصه مجرم تاني من المجرمين على ما ساكورا تفوق. ده تشوبي محكوم عليه بالاعدام، وده توما انضم لعشيره الاسايمون وخلال شهر بقى سياف محترف جدا. وبيقرروا يودوه في مهمه مع مجرم، والمجرم ده هو تشوبي، وبنعرف ان هو اخوه عمل كل ده عشان يوصل له. المهم بعد ما بيروحوا على الجزيره بنشوفهم متحاصرين من مجموعه من الوحوش، بس الظاهر ان تشوبي ده خلقه ضيق وعلى طول بينزل قتل في الوحوش، واخوه توم بيكون متشكح ومبسوط جدا لانه على طول بيحميه وبيفتكر توم هم صغيرين. لما ابوه اتحكم عليه بالاعدام لما عصي اوامر القبيله بتاعتهم، من وقتها هم بقوا مشردين. وفي مره هم قاعدين جات لهم عصابه عشان يموتوهم، وبيقول اخوه انه ذكي جدا وبيقدر يتحكم في اي حد، وقدر يتحكم في العصابه دي وبقى الزعيم بتاعها. كمان بعد ما تشوبي سلاحه اتكسر قرروا يهربوا من الوحوش، ولكن في وحش ماسك توما من شعره، ولما بيستنجد باخوه بيسيبه ويهرب. بيتصدم ان اخوه اتخلى عنه، بس توما مش هيفوت برضه لانه بيطير صوابع الوحش ده، ومره واحده بيجي اخوه من وراه يطير الوحش ده بفاس جامد جدا. وبيقول له اخوه شكرا انك قدرت تمسك نفسك على ما اجيب سلاح. بس فجاه في وحش بيعور تشوبي والصدمه انه بيتكلم، وبيقول لهم ان اللي بيقتل في الجزيره دي بيتعاقب. بيتصدموا من اللي شايفينه حرفيا بعد ما اتحاصروا من الوحوش، وان ازاي الكائنات المتخلفه دي بتتكلم. بيقول لاخوه اسود ايه اللي انا شايفه ده؟ دي اكيد مش جزيره النعيم، دي جزيره الشيطان. بيفتكر اخوه لما كان محكوم عليه بالاعدام وكان دايما بيتقال له يا مذنب، وبينفجر حماسي وبيقول له هو الكلام على عفو وحريه، وبينزل على دماغ الوحوش وبيقول لهم انتوا عباره عن عبيد وقوانين ومفيش حد هيحط عليها قوانين من دلوقتي، وهعمل كل اللي انا عاوزه. وبيقف على جثثهم وبيفتخر بيه اخوه، وبيفتكر لما كان صغير وبيعيط وبيقول له انه عاوز يرجع للقصر ويبعد عن المرمطه دي. بس اخوه بيقول له ما تسترجل كده لو تمسك نفسك شويه، عشان لو ظهرت ضعفك في العالم ده الكل هيحط عليك مش هيعمل لك حساب، ولو ده اخرك فانت لازم تثق فيا لان اخوك الكبير ومن حقي عليك ان احميك. نرجع تاني للحضر وبيقول له طالما الوحوش دي موجوده في الجزيره يبقى اكيد في المقابل الاكسير موجود. بيقول لاخوه احنا لازم نلاقي الاكسير ده باي طريقه عشان لما نلاقيه محدش يستعمله غيرنا، واي حد يقف في طريقنا بعد كده هنسوحه حرفيا. بعد كده بقى يابا بتفهم الغيبوبه اللي هي فيها، بس بتصحى ما تبقاش عارف هي ازاي وامتى بالظبط زي نومه العصريه كده. فبتسال غنجي ايه اللي حصل وايه المكان اللي هم فيه ده. بيقول احنا قاعدين جوه جذع شجره ضخمه مجوف وما تلاقيش خالص، مفيش اي حشرات حوالينا لان الاغماء اللي جالك ده بسبب ان في حشرات قرصتك. فبتقوم ياما تدور على غبي مارو، ولما بتخرج بتلاقيه عمال بيطحن في اعشاب كده، والسياف اللي جنبه ده عمال بيخيط في السلبوت بتاعه، ويزورها عامله عليهم مشرف قال ايه عامله واخده بالها منه. والظاهر ان غبي مارو بيحضر لهم في اكل، وياما واقفه بعيد كده بتسال هو الواد ده بيعمل ايه، هو بيشم ولا ايه؟ المهم بتروح تساله وبتقول له انت
انت بتعمل ايه يا اسطى؟ لا ده انا لقيت بس نفسي جعان، قلت اما اعمل لنا شويه اكل كده نتسلوا فيهم. والسيف بيقول لها وانا لسه بخيط في السلبوت بتاعي. فبتقول له انت اصلا مش قلت لنا هندور على الاكسير مش هنضيع وقت؟ بقول لها هنملى التانك وبعد كده نبقى نكمل في الرحله المهببه دي. ويزورها بقى بتنشكح قوي ان هم خلاص هياكلوا، وبتنصدم عين من منظر الاكل اللي مار عامله، وبتقول له الله يقرفك يا عم انت عاملنا زبل. بقول لهم ما تقلقوش يا جدعان، الاكله دي جامده جدا بياكلها الشنوبي لانها بتستعيد جزء كبير من طاقتهم. واثناء ما هو بيقول لهم عن وصفات الاكله ولما كان ماشي في الجزيره بيجمع شويه خضروات وانه يلاقي الفاكهه دي ابدا، رغم انه استكشف جزء كبير جدا من الجزيره. فبتقول له يزورها ها كمل وبعدين وصلت لايه؟ بيقول لها اولا انا ما استكشفتش الجزيره كلها علشان اتاكد اذا كان الاكسير ده موجود ولا لا، وكل اللي علينا ان احنا ندور على اي حاجه شبيهه للرسمه دي. بس ده ما يمنعش ان اكسير الحياه مش موجود، لانه متاكد انه موجود، لان شفت شيخ القريه يترشق في كميه اسهم وسيف في دماغه وما زال عايش، واكيد اخذ من اكسير الخلود ده. وبيقول لهم مره ان النباتات الموجوده على الجزيره دي ممكن يكون اساسها البشر. ويزورها اول ما بتسمع الكلام ده بتقول له الله يقرفك ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيقول لها متخلفه، ما هو في نباتات اساسها البشر وفي نباتات عاديه جدا، ودي اللي انا جمعت لكم منها علشان اعمل لكم منها الطفح اللي انت بتاكليه ده، انما الرسمه اللي شبه الاكسير دي فما لقيتهاش. فبيقول له سيف على فكره يا صاحبي مش شرط يكون الاكسير ده شبه الرسمه بالظبط، ممكن تكون دي صوره تقريبيه. الغريب بقى في الموضوع ان التماثيل اللي موجوده في كل مكان دي واللي معموله باحترافيه جدا، وعشان نلاقي الاكسير ده فلازم نستكشف التماثيل دي نعرف ليه هي موجوده، والاكيد ان البشر هم اللي صنعوا التماثيل دي، فهل بقى هم لسه موجودين ولا الله يرحمهم؟ بتقول له يا ماما اكيد من الصعب ان البشر يعيشوا هنا بسبب الكائنات الغريبه المريبه دي، ده غير الحشرات اللي ربنا ياخدها عامله لنا قلق طول ما احنا قاعدين. والغريب في الموضوع ان انا لما قطعت جزء من الوحوش دي لقيت تكوينها شبه تكوين البشر ولكن ما عندهاش اي اعضاء داخليه. بيقول لها السياف وحوش زي دي لا بتاكل ولا بتشرب وعايش على قيد الحياه يبقى اكيد اخذت الاكسير. بيقول لهم مارو حلو قوي الكلام ده، طالما ان الوحوش دي ما عندهاش اعضاء داخليه يبقى اكيد هم اخذوا الاكسير واللي سبب لهم في حدوث تغير جيني خلاهم عايشين لحد هذه اللحظه، عشان كده لازم الاقي الاكسير ده عشان اخد العفو واروح للحته بتاعتي واعيش معاها بقى حياتي في سلام واستقرار. بتقول له يزورها انت هتعمل كده فعلا بس لما ربنا ياخدك انت وهي. بيقول لهم السياف من الاخر احنا لازم نعرف سلوك الوحوش دي علشان نقدر نتعامل معاهم ونتفادى مخاطرهم. بعدين يا مضى بتروح تقف لوحدها وبتتمعن في منظر الغروب، وبيجي لها غنج بيقول لها بقول لك ايه ما تشوفي لي كده مركب وتنفدي بجلدك من الجزيره النحس دي. تقول له هرسون انت عايزني اسيب غبي مارو واهرب من المهمه بتاعتي؟ انت متخلف. بيقول لها ما تقليش يا ست الكل انا هاخد بالي من غبي مارو، وبعدين انا موريش حاجه، المجرم اللي كنت معاه ربنا اخده وادينا قاعدين ما وراناش حاجه، وبما انك انثى فانت لازم ترجعي لعشيره القصايم وتعرفي مهمتك ايه في الحياه، هي انك تتجوزي وتنجيب اطفال اقوياء، وبصراحه كده وجودك هنا في الجزيره دي ملوش اي 30 لازمه، عشان كده لازم ترجعي، ولو القاده سالوكي يقولوا لهم ان انا مسكت مكانك في المهمه. بس يا مضى بتصدمه باصرارها على انها عايزه تكمل في المهمه حتى لو ده كان على حساب حياتها. فبينبهر غنجي بروح القتاليه اللي عندها وبيقول لها خلاص يا اختي بما انك هتكملي في المهمه دي حتى لو اتكلت على الله وذهبتي الى الجحيم، انا بقى عايز اسالك سؤال، هل انت فعلا عندك القدره والجراءه اللي تخليكي تقدري تقتلي مارو حالا؟ لان بصراحه كده مش متاكد من الحوار ده، لانك فقدت السيف اللي يعتبر هو روح شجاعتك بالنسبه ليكي كسيافه مقاتله. وبيجي الاسايمون الثاني يحشر مناخيره في الموضوع ويقول لهم اصلا يا جدعان من الصعب ان حد يغادر الجزيره، لان الموضوع مش بالسهل كده، لان اي حد هيفكر يخرج من الجزيره دي هيبقى مصيره المحتوم هو الموت. في الجهه الثانيه بنشوف اسايمون ومجرم بيحاولوا يهربوا من الجزيره في وسط امواج عاليه بالنسبه لمركب كحيان زي اللي هم راكبينه ده، وبنعرف ان اسايمون ده اسمه تنزا، وبيقول له المجرم يا صاحبي انت عمال تقدف على الفاضي وتعبني معاك. بقول له انا مش فاهم برضه وضح اكتر. بقول له يعني المفروض تعرف اتجاهات الرياح علشان تعرف توصل للشط. بيقتنع الاسايمون وبيقول لنفسه ايه التخلف اللي انا فيه ده، انا ازاي ما فكرتش في حاجه زي دي. وبيقول له المجرم يا زميلي انت اخدتني غصب عني عشان نهرب من الجزيره وما ادتنيش فرصه حتى ان انا ادور على الاكسير، وبالتالي انا لما ارجع مش هيدوني فرصه اقول لهم سلام عليكم وهيعدموني على طول. بيقول له ما تقلقش ولا احنا اول بس ما نوصل بالسلامه هكلم لك الشوغن واقنعهم ان هم يعفوا عنك، وبعدين هانت يعني اهي احنا قربنا نوصل للسفينه الكبيره. ولما بيشوفها وبيشاور له عليها بس لما بيقربوا شويه بنصدموا حرفيا من منظر السفينه وان هي متدمره، ده غير كميه السفن التانيه اللي عامله زيها كده، والواضح ان مفيش اي حاجه قدرت تتخطى ما بعد السفن دي. وظاهر ان في وحش شبه الاخطبوط او هو اخطبوط ما بيديش لحد فرصه ان هو يعدي من المنطقه دي، واول ما بيشوفه بيطلع
السيف على طول وبيقول له المجرم انت بتعمل ايه يا متخلف انت، ولكن ما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقي الاخطبوط نزل عليهم وبيدمر المركب حرفيا. ولكن بكل مهاره قدروا ينقذوا نفسهم. والسيف بيقول له بقول لك يا زميلي يلا بسرعه ندور على مركب والا سنفطك هنا من هذا الاخطبوط اللعين. والاخطبوط بيهجم عليهم والسيف ما شاء الله عامل معاه الصح. تعالى بقى اعرفك على مين هو المجرم ده وايه اصلا اللي جابه الجزيره. اسمه نورجاي وانه اخر شخص متبقي من عيلته. وفي يوم بيقابل شويه من الشوغن وبيكونوا تايهين وبيقول لهم انا ممكن ادلكم على الطريق، بس اول ما بيشوفوه بيعرفوا ان هو من قبيله منشقه اختاروا ان هم يعيشوا في الجبال عشان ينعزلوا عن البشر. وبيضحك عليه الشوغن وبيخليه يدله على مكان قبيلته. وبالفعل بيوصلوا وبيقتلهم كلهم وما بيسيبش فيهم حد عايش. وبياخد نورجاي عشان يعدمه قدام كل الناس علشان يبقى عبره لاي حد عايز ينشق عنه. ولما بيروح السجن بيحكي قصته للسيف اللي معاه وبيتعاطف معاه جدا وبيديله على طريق الجزيره. وبيقول له صاحبي انت ما قدامكش غير طريق واحد وهو انك تروح الجزيره عشان تقدر تاخد العفو والرسم. وبكده نكون عرفنا ايه اللي جابه للجزيره دي. نرجع بقى وهم بيجروا من الاخطبوط وفجاه بيقابلوا السيف اللي كان على المجرم العملاق اللي واجه مارو في الحلقه اللي قبل اللي فاتت. وشكله كده اتقرص من حشره واتعمل معاه الجلاشه. بيحاولوا يكلموه ويشوفوه اذا كان عايش ولا ميت ولكن ما بيلحقوش وعلى طول بينزل عليه الاخطبوط ويفلقوا نصين وبيلاقوا نفسهم متحاصرين من الاخطبوط من كل جهه. وقتها بيفقد نورجاي الشغف وبيبدا يستسلم لمصيره. فبيقول له السيف انت بتعمل ايه يا حبيبي انت جاي تموت دلوقتي وتسوحنا؟ بيقول له بصراحه كده انا قرفت وحاسس ان كل اللي بيحصل لي ده عقاب بسبب اني كنت السبب في هلاك عيلتي. وهنا الاخطبوط بيهجم عليه ولكن السيف بيقدر يحميه على اخر لحظه. وبيقول له ما تسترجل كده هلا في ايه ما تستسلمش بالسهوله دي. وبيكون الاخطبوط عمال بيهجم عليه وهو بيتفادى كل هجماته. وبيقول له ما تقوم تعمل حاجه في دنيتك دي بدل ما انت سايبني كده لاني بدات اجيب اخري. ونورجاي مستغرب هو ليه مصر يحميه. فبيقول له السيف من الاخر كده لو نفسك تعيش يبقى ما ينفعش تموت. ايه ده يا عم هما الاثنين نفس المعنى يا اسطى. وهنا نورجاي بيتحمس فشخ وبيديله الساموراي سيف وبيقول له قوم يلا لان في مركب لسه سليم ولازم نخلص على الوحش ده علشان نرجع للجزيره. وبالفعل بيقدروا يخلصوا على الاخطبوط وبيرجعوا لجزيره الجحيم. وبعد كده بيقرروا يتنوا على الشط وما يخشوش الجزيره ابدا ويدوروا على طريقه تانية للهروب. وبيقول له احنا لازم نرصد اتجاه الرياح بالظبط عشان نقدر نرجع لموطننا بسلام. وبيقول له حتى لو قدرنا نحصل على اكسير مش هنقدر نرجع بالطريقه دي. وبيقرروا يستريحوا ويغسلوا جسمهم على الشط. ولكن السيف بيقول له يا اسود ايه ده يا اسطى ايه ده يا ست انت ايه يا عم ده. واسمك فجاه نتفاجئ ان نورجاي اصلا بنت مش ولد. المهم في الجهه الثانيه بيكون غنجي لسه بيقنع في يامادا انها تسيب الجزيره وترضى بانها تبقى ست بيت. وبقول لها بقول لك انا هشوف لك مركب دلوقتي عشان تمشي من الجزيره دي. وبيعوم على العوم الثاني وبيقول لها انا اتفق معاه لان الجزيره دي خطيره جدا. بتقول لهم في الحقيقه انا مش هقدر اسيب غبي مارو لانه انا متاكده ان هو اتغير 180 درجه من ساعه ما جه هنا الجزيره وانه مش نفس الشخص اللي كان في السجن. وبتفتكر ساعه ما كان مارو بيساعدها وبيحميها من الوحوش اللي في الجزيره. وبيقول لها الاصيمون خلاص يا اختي طالما انت مصره تنيكي هنا فما حدش هيغصبك على حاجه. وفي الليل بيكون مارو قاعد لوحده وبتطب عليه مضى فبيقول لها انت هتنيكي تراقبيني لحد امتى؟ وبتقول له انت مال اهلك ده شغل من اصله. وبيبدا يعتذر لها ان هو جرحها وكان سبب في اغمائها. وبيقول لها ان هو متشكر جدا ان هي غيرت حياته 180 درجه وخلت عنده امل ان هو يرجع لزوجته. بتقول له بالعكس انا اللي بشكرك لانك قدرت تخليني اتغلب على مخاوفي. بيقول لها خلاص يبقى احنا لازم نلاقي الاكسير ده علشان نقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه. وفي تاني يوم غينجي بيجي لها وبيقول لها انا جبت لك مركب بره عشان تاخديه وتمشي من الجزيره. بتقول له يا ابني انت متخلف وانا مش قلت لك ان انا هتنيني هنا عشان اراقب مارو؟ بيقول لها يا ست ما تقلقيش انا هاخد باله منه وراقبه وبعدين ما تنسيش ان دورك في الحياه انك تكوني ست بيت محترمه كل هدفك انك تنجبي اطفال. عشان كده لازم ترجعي على شيره الاصايمون وتستني الحلال اللي يجي ياخدك من بيتك وتتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وتعملوا حاجات. بتقولوا بس متخلف انت تفكيرك حيواني جدا وانا عمري ما هرضى ان انا اعيش حياتي كبهيمه ومش هتخلى عن حياه الاصايمون واعيش حياتي البهيمه دي. احب اقول لك ان مارو غير فيها حاجات كتير جدا وخلاني اقدر اتغلب على مخاوفي. بيتعصب عليها جامد وبيطلع السيف بتاعه وبيديها بيه ولكن فجاه ما بيلاقيش السيف بتاعه. وبيقول لها انت قدرتي تاخديه امتى؟ ولكن فجاه بيسمعوا صوته بيطلع مجرم خطير جدا وما بيسميش على حد ولسه البنت هتحذره ولكن بيطير نص بطنه حرفيا. واول بقى ما غني بيشوف المتخلف ده بيبعد يامادا عنه وبياخد هو الشوطه وحرفيا بيطير له نص بطنه. بيجري عليه يامادا وبيقول لها انت هتعملي ايه؟ انفدي بجلدك من هنا لان المتخلف ده شكله ما بيتفهمش. انا بقى احكي لك مين هو روكوروتو وايه اللي جابه اصلا للجزيره باختصار شديد جدا جدا. وانه لما كان طفل كانت اي حاجه بتقابله بينقض عليها هم يا جمل على طول. ومش عارف ليه امه وابوه كانوا منشكحين جدا لانه بياكل اي حاجه قدامه لذلك هو كمل فرحتهم وعمل معاهم الصح ان هو اكلهم هم كمان. ده طبعا بعد ما زهق من الحاجات التانية اللي هو بياكلها فقال يجرب طعم الحنيه وياكل امه وابوه. لا وما سكتش على كده ده كمل هم يا جمل على القريه بحالها. هو ما تفهمش دي فتحه شهيه ولا سدت نفس على الحياه. ومش محتاج اقول لك ان ده هو اللي جابه للجزيره هنا وخلاه مجرم ولسه هيهجم عليها واذ فجاه مارو بيظهر وبيدي رجله في وشه وبيطيره حرفيا. ولكن على مين؟ بقول لك اكل قريه كامله هو طفل يبقى دي هتاثر فيه خالص. بيقوم تاني وكأن شيئا لم يكن فبيقول
بيقول مارو ليامادا انت متاكده ان ده مجرم معانا مش وحش؟ بتقول له اه والله يا اخويا زي ما بقول لك كده، بالاماره كمان المراقب اللي كان عليه اسمه اوزاين وشكله كده اتكل على الله. روكوروتو بيبص لمارو بصه كده اللي هو انا هتغدى بيك النهارده يعني هتغدى بيك، وتقريبا مارو بيشوف ده في عيونه بيقول الواد ده مش جاي في خير، عشان كده لو ما قتلتوش حالا بالا هو اللي هيقتلني. بس ازاي بقى اقضي على هلف زي ده؟ وبيفتكر كلام الشيخ القاري لما كان بيقول له لازم قبل ما تواجه اي عدو ليك تعرف قدراته عشان تعرف تتعامل معاه. واضح كده ان الجثه دي هتحيرنا حبتين. واقيس فجاه وبدون اي مقدمات بيشيل شجره من جذورها حرفيا وبيحدفها على مارو، بس مارو بيلحق نفسه في اخر لحظه وبيقول لي ياما ده بقول لك ايه، خد الحاج غنجي وشوف حته تبداوا فيها لان الحلوف اللي قدامي ده طلع قوي جدا. وبيقول لي يزورها انت هتيجي تتفرجي كده ما تنزلي تعملي حاجه. بتقول له لا يا معلمي انت عندك الجثه الخاص بيك، احنا اتفقنا ان انت هتبقى عليك العضلات واحنا المعلومات، شوف شغلك يا كبير. وبيحكم عليه ركروته بكل قوه وشوف منين وانا اديك. بس غبي مارو برضه له في الشغلانه وبيتفادى كل هجماته وبيقول انا لو قعدت اتفادى هجومه كده مش هنخلص، بمعنى ان انا لازم ابادر بالهجوم. وفعلا بيقوم ضرب الارض بكعب رجله بيطلع شويه صخور وبيبو في وش البغل اللي قدامه، ولكن يا صديقي بطبيعه الحال ولا في اي حاجه مقصره. مارو ساعتها بيغضب وبيقول انا لازم كده اوري له قدرتي السريه، وبيقوم شادد القماشه اللي محزم نفسه بيها وهتك على سواعه. ايه يا عم مارو هو ما عملش الواجب؟ المهم بيحاول معاه بكل مهاراته ولكن بتفشل فشلا ذريعا مع هذا المتخلف. في الجهه الثانيه غنجي بيقول ياما ده انت بتعملي ايه؟ خلاص ما عادش منه فايده. بتقول له الكلام الجامد ده لا 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 ما اقدرش اشوف حد من زملاتي بيموت قدام عينيا، لازم اكتم الجرح عشان النزيف يقف. بيقول لها بصراحه انا الاول كنت شايف تصرفاتك شبه رجاله، ولكن دلوقتي وبعد هذه اللحظه عواطف المراه بدات تظهر عليكي، وان فعلا جواكي كائن صغير وشغوف عاوز يبقى ساموراي عظيم. نصيحه مني يا اختي لوجه الله ما تخليش مخاوفك دي تسيطر عليكي. واظن ان اوزان كمان اتكل على الله وانا هحصله، فلذلك لازم تاخدي السيف ده لان روح المقاتل وتنتقمي لينا يا مضى. في الجهه الثانيه مارو بيفكر يستخدم الجوستو اللي عنده ويمسكه من زماره رقبته ويخلص عليه، بس هو لما يعمل الكلام ده يكون اتفعص ولسه بيهجم عليه لانه بيتفاجئ ان صباعه طار. وبنشكح مارو اول ما بيعرف ان اللي عمل الكلام ده هو يامادا، فبتقول لو قدرنا نستهدف المفاصل ما بين كل عضله وعضله ووتر ووتر هنقدر نخلص على امه زي ما بعمل بالظبط مع المجرمين اللي انا بعدمهم. والسيف بيقول لازورها يا ست انا عايز اروح اساعد الراجل اللي هيموت ده. بتقول له اخرس يلا احنا بتوع الكلام ده برضه، احنا علينا نراقب وبس. بس في حاجه محيراني، هو ليه بعد كل الدوشه دي ولسه الوحوش ما جاتش ناحيتنا؟ الظاهر ان الموضوع عايز له قعده وتركيز. بص احنا لو وضعنا حتى لو المغفلين اللي تحت دول اتكلوا على الله، وبيبدا مارو ويامادا يتحدوا علشان يموتوا البغل اللي قدامهم ده، وبيتفقوا ان مارو هيحاول يخليه يخضع ليامادا بحيث ان يامادا تقدر تصيبه من قفاه، بس هي مش هتصيبه من قفاه هي هتطيره له رقبته. وبعد محاولات عديده في السيطره على هذا البغل يامادا بتفتكر اصدقائها اللي ماتوا واللي لسه هيموتوا، وبتقول لازم اهدى كده واستقنيص عشان اعرف اجيب الواد ده من قفاه، لازم اخلي الساموراي الصغنن اللي جواه يسيطر عليا واوريهم انا مين. وبيديهم البغل باليد، بس المره دي بيتصاب مارو في رجله. احيه مش هنفضي من الهجمات دي بقى، انا لو فضلت على الحاله دي اكيد هيجي مره ويخلص عليا خالص. الموضوع فعلا عايز قدرات ومهارات عاليه. وبتقول يامادا ان ايده عامله زي المدفع ومن الصعب الواحد يتفادى هجماته، عشان كده لازم اركز واقدر اصيبه في المكان الصح، والموضوع مش محتاج غير ضربه واحده بس. وبالفعل بتصيبه في دراعه ولكن كانها قرصه ناموسه. فبتقول يامادا لمارو الموضوع شبه مستحيل لو فضلنا نهاجم عضلاته شده كده، لان الموضوع اشبه باننا بنحفر في خرسانه. المهم وبكل اختصار بيتوصلوا لانهم يعملوا خطه بس مش بيقولوا لي عليها، والظاهر كده ان الخطه دي متهوره حبتين لدرجه ان يزورها بتقول للسيف اللي معاها بقول لك ايه يابا حانت لحظه تشلح ويجري في الظلام. وبيبدا مارو يقول لنفسه انا كده ما قداميش خيار تاني، وبيبدا يستخدم الجوستو اللي عنده وبيبدا يمسك طوب وبيحدفوا عليه على هيئه كرات من النار، وبكل سهوله بيتصدى لها المجرم. لا وغير كده بيرموهم كمان في انحاء الغابه المجاوره، ومارو مش رحمه لدرجه انه بينزف دم من كتر الطاقه اللي استنزفها. فبتقول له ياما ده كفايه حلو قوي كده، ايه ده انت بقى عشان ما تفيصش مني. وقتها بيكون السياف ويزورها راكبين رجليهم وهاتك يا جري لان الحب هيولع في الذره. والله زي ما بقول لك كده. وبتقول له يا ابني اجري لان البغل ده هيك حالا. وبنعرف وقتها خطه مارو ويامادا وانهم يولعوا في الغابه مش كلها اكيد، وبالتالي الغابه هتنتج دخان هيسبب في اختناق البغل ده اللي اصلا النار مش هتحوق فيه. فالخطه انهم يموتوه بالدخان اللي بتنتجه النار مش بالنار نفسها لانها مش هتحوق في جتته. بيقول لها السيف يعني هم هيولعوا في الجزيره مش هيولعوا فيه. بتقول له يا ابن المتخلفه لما هم يولعوا في الجزيره الدخان اللي هيطلع ده هيخنق المجرم وبالتالي مش هيقدر يتنفس، وقتها هيفقد السيطره على نفسه بعد ما يتنفس جزء كبير من ثاني اكسيد الكربون وهيسهل على يامادا ان هي تصيبه. وبالفعل بتبدا خطه مارو ويامادا ان هي تنجح، وبينزل البغل على ركبته بعد ما خلاص ما عادش قادر يتنفس. وبتيجي على طول يامادا تجهز وتستعد للحظه النهايه، ولكن لسه برضه المتخلف ده عمال يقاوم. فيجي مارو دافع عنها ويقول له ما تهدى بقى يا عم مفيش فايده في اللي خلفوه. وبيقول له يامادا خلصينا بقى لان انا مش هقدر اتني كده كتير. وبتبدا يامادا تاخد نفس عميق وتجمع طاقتها وتنزل على رقبته. وهنا بتشوف الجانب المظلم للمجرم روكوروتو، وبيبدا شريط حياته يتعرض قدام عينيه وان
كان اول واخر مولود لابوه وامه، وغير كمان الذكريات الحمضانه انه كان طول الوقت بياكل في اي حاجه بتيجي قدامه، كان دايما بيكسر اي حاجه لحد ما يوصل لسن النضوج وخلص على امه وابوه وعلى بقيه القريه. وكان دايما بيسال نفسه هو انا ليه ما بشبعش، وليه كل الناس بتخاف مني ومش بترضى تلعب معايا. ساعتها بتشوف يامادا ده في عينيه وان كل اللي كان بيعمله ده بدافع الخوف مش اكتر. بدافع الخوف ايه ده؟ كل ده كان بدافع التخلف. قالوا لنا الراجل طول الحلقه مجرم وبتاع، ويجي في الاخر يستعطفوه بقى وكيكي وميكي. طب انا كان مال امي من الاول. فبتتاسف له ان هي خوفته وبتبدا تمسكه على اساس ان هو طفل، وتقول له ما تقلقش، المكان اللي انت فيه ده ما فيهوش حد فيه هيكرهك تاني، واحسن بكتير من العالم بتاعنا. بس الحقيقه ان هي كانت ماسكه راسه بعد ما موتته، وبتقول له خلاص انت ممكن تركض هنا بسلام. وبيقول لها مارو الظاهر كده ان انا زودت الحريق ومش هقدر اطفيه، ويستحسن نهرب من المكان ده بسرعه لان الوحوش بدات تتجمع. وبالفعل بياخدوا بعضهم وبيهربوا، وبتضطر يامادا ان هي تسيب جثه غنجي، وبتبدا تفتكر كل ذكرياتها معاه وان هو كان اول مدرب ليها يعلمها استعمال السيف، وان هي فعلا خسرت ساموراي شجاع من عشيرتها. وبالفعل بتبدا الوحوش تتجمع حوالين النار، وده اللي بيخلي مارو ويامادا مستغربين جدا، لان في الطبيعي الوحوش والحيوانات بطبيعتها الغرائزيه بتخاف من النار، انما دول العكس بالنسبه لهم دي حاجه جديده وجامده اخر حاجه. واثناء ما هما بيجروا بيلاقوا سياف ويزورها واقفين متصنمين، وباين ان هما شايفين حاجه لاول مره ممكن يشوفوها في الجزيره. واول ما بيوصلوا لهم بيقولوا في يا جدعان ضاربين وش او منحطب كده ليه؟ ولكن اول ما بيشوفوا المنظر بيضربوا نفس الوش هما كمان وما بيتكلموش. وبنشوف ان دي قريه مهجوره، فبيقول لهم السياف لو فعلا الاشاعات اللي طلعت عن الجزيره دي حقيقيه وان دي قريه نينجستو، فده معناه حاجه واحده بس، ان الاكسير فعلا موجود. في الجهه التانيه بنشوف الاخين الاسايمون والمجرم، واللي بيكونوا حرفيا عاملين احلى واجب مع الوحوش. وإذ فجاه بيحس انه في حد قدامهم، فاخوه بيقول له ايه يا اسطى في ايه؟ بيقول له تقريبا في حاجه قدامنا بالظبط. وبنشوف ان في واحده بتاكل ثمره غريبه، ولما الولد بيوصل عندها بيلاقي ان في اتنين واقفين على تمثال غريب جدا. واخوه بيقول له ايه ده؟ لا هم حلوين كده ليه؟ بس لحظه، هم ازاي وصلوا للجزيره؟ بس بتقف واحده وتقول لهم ازاي البشر المقرفين دول وصلوا للجزيره؟ ولكنه بيقف لهم ويجهز سلاحه ويقول لهم انتوا عايزين تفهموني ان انتم مش من البشر وان انتم وحوش زي اللي في الجزيره؟ فالبنتين بيقولوا لبعض شيء غريب ان البشر يوصلوا هنا الجزيره. وبتبدا واحده فيهم تتعصب وبتقول لهم انتوا جيتوا عكرت مزاجي. بتتعصب وفجاه جسمها بيتحول وبيبقى كله عضلات وبيبقى راجل. في الجهه الثانيه بيكونوا الجماعه لسه مصدومين، ولكن مارو بيقول لهم انا مش هستغرب لو كان في بشر في الجزيره واصلا مش مهتم، المهم ان احنا نعرف اذا كانوا سكان الجزيره اعداء ولا حلفاء او ما لهمش لازمه من الاساس. وبنشوف ان في طفله بتكون واقفه بتراقبهم من ورا، ولكن مارو بيلاحظها فجاه، واول ما بيشوفها بيجري وراها، والبنت ما بتستناش وبتفلق منه، ولكن بيقدر مارو ان هو يمسكها من الزعبوط بتاعها. وبيتفاجئ ان هي بنت طفله، وبيسال نفسه اذا كانت دي طفله عاديه ولا وحش من وحوش الجزيره. وفجاه بيهجم عليه وحش من الجزيره، وبيكون وحش كده شبه الشجره، وبعد كده بيجوا اصحابه وراه، ولكن البنت بتستغل الفرصه وبتهرب منهم. ومارو مصر ان هو يجيبها، وهو بيقول لهم بقول لكم ايه، اهتموا انتوا بحوار الوحش ده على ما انا اجيب البنت دي، لان شكلها وراها معلومات مفيده. وبيظرف الوحش كده رجلي من وراه بيطيروا ناحيتهم، ويامادا بتجري هي كمان تلحق مارو وبتقول لهم اتعاملوا انتوا بقى معاه. وبيبدا الوحش ان هو يقوم لهم، والسيف اللي مع يوزيرا بيبدا يستعد ان هو يواجهه، ولكن يوزيرا بتشيل منه نضاره وترميها، وبيقعد يشوح فيها كده وبيقول لها انت بتعملها يا بنت العبيطه انت. بتقول له اخرس سلام مش عايزاك تشوف اصلا حاجه دلوقتي. وبتبدا تشرب مشروب كده بيخليها تهرع من كل ناحيه، وبتقول لازم اختبر قوتي ضد الوحش الهفق ده. والاول مره هتبدا تستخدم الجوستو اللي عندها عشان تتاكد اذا كان فعال ضد الوحوش ولا لا. وكل ده البنت لسه بتجري ومارو وراها زي الطرزان، ويامادا ماسكه في ديله. ولما بيلحقها مارو بيقول لها ما تهدى يا بنت كده، عايزين نقعد نتكلم ونتفاهم. هو بيمسك ايدها عشان يوقفها، ولكنها بتقوم مشقلباها زي الهفق، وبيقعد في لحظه صدمه كده وبيقول لنفسه هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ بنت زي دي ما تقدرش تعمل كده خالص. وبتلحقها يامادا وبتقول لها اصبري يا بنت الحلال، احنا مش عايزين نأذيكي، احنا بس هناخد منك شويه معلومات. وبالفعل بتقف البنت، ولما بتقرب منها يامادا بتلاقي ايديها بتنور ولسه هتديها بالبوكس، ولكن مارو بيتصد بالهجمه مكانها، ومن قوه الهجمه بترد في جسمه للناحيه الثانيه وبينزف، وبيقول لنفسه القوه دي غير اي قوه قابلتها. وبيفتكر المجرم العملاق وبيقول ان هو من ساعه ما جه الجزيره هنا وهو في حاجات غريبه كتير بتحصل مش عارف يفسرها، زي ظهور قريه غريبه للبشر والاكسير اللي بيدور عليه مسحول وراه مش عارف يلاقيه. وبيفتكر زوجته وبيقول لازم ارجع لزوجتي عشان كده كتير. وبيقول للبنت بقول لك يا صغنونه انا مش فارق معايا اذا كنت انت طفله او وحش من وحوش الجزيره، بس اللي انا متاكد منه ان انت بنت صغيره، وانا بصراحه يئست من الجزيره دي ولازم اعرف كل حاجه. وبيبدا يشد جذوع من الشجره ويلفها حوالين البنت ويشعلقها بيها، وبيقول لها انا جيت هنا الجزيره عشان
علشان الاقي الاكسير، وانصحك ان انت ما تفرفصيش والا هطلع لك بالليل وانت نايمه. والبنت يعني من كتر الخوف بتنفجر بالعياط، وبيقفوا هما الاثنين كده مصدومين اللحظات، وبيقول لها مارو ايه ده طلعت بتعيط، فتقول له انت غبي، ما هي طفله صغيره، نزلها انت بس وانا هتعامل معاها. وبالفعل بينزلها مارو، بتبدا يمضى ان هي تاخدها وتطبطب عليها كده وتغني لها نن اهو علشان تهدى كده وتسكت. فبيقول لها مارو ده انت تنفع في الشغلانه بقى، فبتقول له ده تنيل انت كمان، هيبقى انت وغنج عليا. ولكن فجاه بتقاطعهم وزوره وتقول لهم ايه اللي بيحصل هنا ده، انتوا بالعجله اتبنيتوا البنت، يلا يا جدعان مش عايزين نضيع وقت اكتر من كده. وبيرجعوا الوحش التاني بعد ما خلصوا عليه، وبيكون معاهم الطفله. ومارو بيقول للطفله احنا جينا هنا علشان الاكسير، تعرف عنه حاجه ولا انت مش عارفه غير انك تعيطي؟ فتقول له ياما ده احنا مش هنعرف ناخد منها اي معلومات طول ما هي بتعيط. ولكن فجاه الوحش اللي هم موتينه بيبدا يتكلم وبيقول لهم ارجوكم هاتوا الطفله وانا اوعدكم هوديكم القريه. فبيستغربوا وبيقولوا ازاي بيتكلم وقادر يفهمنا. بيقول لهم ما تقلقوش هاتوا الطفله وانا مستعد اعرفكم على مكان الاكسير اللي انتم بتدوروا عليه. بتقول له زورا بصراحه كده كلامك ما يطمنش، وانا من حقي ان انا ما اثقش فيك لان وحش زيك وبيتكلم، فما ينفعش نديله الامان لانك ممكن تغدر بينا. احنا هنخلينا هنا ونقعد نستوجب في البنت لحد ما تقول لنا على كل حاجه. بتقول يا ماما البنت دي بتتكلم كلام زي الفل. فبيقول لهم تعالوا بس وانا عندي اكل كتير جدا. فالزوره بتقول له يا عم مفيش اكتر منه. طب اقول لك على الكبيره، في حمام جامد في القريه، ايه رايك بقى؟ بالنهايه المغفلين بيروحوا وزوره بتكون منشكحه قوي ومبسوطه ان هي لقت حمام. فبتقول يا ماما المارو هو من الامان ان احنا نمشي مع شخص ما نعرفوش؟ بيقول لها مش مهم، المهم عندي انه يبقى عنده معلومات عن الاكسير. المهم بيوصلوا القريه اللي بتكون مغطاه بالضباب والغبار. فبتقول لهم مفيش غيركم هنا في الجزيره. بيقول لها حسبي لان الوضع اختلف من 1000 سنه، وكلهم بينصدموا لما بيسمعوا الرقم ده. وبيقول لهم تعالوا ورايا انا هدلكم على البيت بتاعي. وبالفعل بيروحوا بيته، اول واحد بيدخل وراه هو مارو، وبيلاحظ وجود تحف فنيه كتير كلها قيمه وقديمه. وبيقول له مارو انت متاكد ان انت عايش هنا لوحدك؟ اه والله يا اسطى انت كل ده مش مصدقني، طب اعمل لك ايه طيب انبت يعني؟ بيقول له مارو حلو الكلام عشان محتاج استوعبك في كام سؤال. ولكن زورا بتزعق له وبتقول له كلام ايه يا عم، الكلام ده بعدين، المهم دلوقتي الحمام فين؟ بقول لها مش عايزين نضيع وقت، احنا جايين هنا عشان نستجمع المعلومات ونمشي. وبعد ثواني بنشوف زورا وهي قاعده في الحمام، وبيكون الاثنين واقفين مستنيينها بره. وبيقول له مارو ما تشخط فيها يا عم تخليها تخلص بدل ما انت واقف كده زي الهفق مالكش لازمه. بيقول له يا اسطى بعدنا عنها بالله عليك انا هفق كده كده. وبيعدي من قدامه الراجل الخشبي والطفله، وبيكون ظاهر عليها ان هي مبسوطه وهي معاه. ويامادا بتنزل الحمام مع زورها وبتنشكح اخر حاجه، وبتدخل عليهم الطفله وبتديهم المنشفه وتخرج من غير ما تتكلم، لدرجه ان هم بيفتكروها ما بتتكلمش. وبيكون السيف اللي مع مارو ماسك طبق وبيريل قدامه. فبيقول له مارو ما تشربش حاجه، قالها طفس انت، احنا ما نعرفش هم ناويين لنا على ايه، مش هناكل حاجه من هنا غير ما نساله على الاكسير ومكانه فين. وبيجي الوحش وبيحط قدامهم طبق مليان من الفواكه، والسيف بيكون واقف قدامه خلاص هيريل عليه. وبيقول له مارو يا اسطى احنا لازم نساله دلوقتي عن الاكسير والجزيره ونعرف منه كل حاجه. بقول له مارو طالما انت طفس كده ما تاكل وتخلصني، بس انا مش مسؤول منك. وبيبدا الوحش يعزم بالفاكهه على مارو وبيقول له ما تقلقش دي مش مسممه، تقدر تاكل اللي انت عايزه. ولكن مارو ولا في دماغه، وبيبدا يشغل ضابط المباحث بتاعه وبيساله عن ايه علاقته بالبنت الطفله. ولكن الوحش بيقول له ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده. بيقول له تمام مش مهم، المهم دلوقتي ان انت تقول لنا الاكسير موجود فين بالظبط في الجزيره. وبتيجي زورا وبتنشكح لما بتشوف كميه الاكل اللي قدامها، وبتقول للسيف اللي معاها انت دايما كده على مفجوع ما بتسميش على حاجه، استغر كده وانت طولك زي عرضك. وبيبداوا كلهم ياكلوا ما عدا مارو، واللي بيكون الوحش مستغرب منه جدا وبيقول له انت مش هتاكل ولا ايه؟ بيقول له بص يا صاحبي انا ما جاتش الجزيره هنا علشان اكل، انا جاي علشان الاكسير وبس، والمفروض ان انت هتعرفنا على مكانه، فخلص يلا وقب بالمعلومات اللي معاك وخلصنا. وبيبدا الوحش يتكلم على الجزيره وبيقول لهم اولا كده انا ما اعرفش انتم البشر متسمين الجزيره ايه، ولكن احنا بنطلق عليها اسم كوتاجو، وزمان كان اسمها شينسينكو وكان بيعيش فيها الملوك، ومن ساعه ما جيت هنا الجزيره وانا ما خرجتش. مارو بيقول له عم خلصنا الاكسير موجود ولا لا؟ امال هو ده اللي احنا تورثناه من اجدادنا، وده اللي بيخليهم يتنحوا وبيبداوا ينصتوا الكلام. وبيبدا يحكي لهم على الاسطوره وان الاكسير ده اسمه تان، واي حد بياخد منه بيقدر يعيش لمده طويله من الزمن. ولكن زورا والسيف اللي معاه بيقولوا له ايه يا اسطى الكلام الحلو ده، ما هو ده اللي احنا عارفينه. ولكن مارو بيقاطعهم وبيقولوا الاكسير ده موجود فين حته بالظبط. وبيبدا يرسم خريطه الجزيره وبيقول ان الخط الاول ده موجود فيه الشط، ثم بعد كده الغابه، وبعدها المنطقه الوسطى، وده المكان اللي موجود فيه الاكسير اللي انتم بتدوروا عليه، اللي موجود في جزء من المنطقه الوسطى في الجزيره. فيقوم السيف يتنفض ويقول له الله عليك معلومات قيمه قوي. وزورا بتقول له يعني احنا طول المده دي موجودين في الغابه؟ وبيبدا يقول مارو ان لو فعلا الاكسير موجود ساعتها اقدر اخده وارجع لزوجتي. وبيقول الوحش لو فعلا شفت الاكسير ده بعينك ومعاك اي دليل فورينا دلوقتي. فبيقول الوحش ما تقلقش، وبيعرفوا ان في اشخاص اول ما تقابلهم مش هيشك في الكلام اللي هو قاله له، وهتتاكد في الاخر من الاشخاص اللي هو بيتكلم عليهم دول، وبيكون اسمهم التنسا. وبنشوف شخص طاير منه نص جسمه، والاخ
شخصين بيكونوا واقفين قدامه منهكين جدا، وبنشوف الشخص ده بيقدر يشفي نفسه وبيسترجع تكوين باقي جسمه، والاشخاص اللي بيتكلم عليهم دول طلعوا خالدين وحرفيا ما بيموتوش. وبيبدا الولد المتخلف ده يهجم عليه من تاني، ولكن بمجرد ان هو بيتصدى للفاس بيدمرها حرفيا، وبيقول لهم الوحش انه طالما انتم موجودين دلوقتي فانتوا اكيد ما قابلتوش التنسة لانهم في مستوى تاني من القوه، وحرفيا مفيش حد بيقدر يقف قصادهم. يعني باختصار كده انتم مش هتقدروا توقفوا قدامهم، وكل امانيكم ان انتم تخرجوا من الجزيره دي لان مفيش حد من البشر قدر يتصدى لهم. وبالفعل بنرجع للاخين اللي بيكونوا طلع عينهم من التنسة، وبيبدا مار ان هو يحط السيف على الوحش وبيقول له انت قصدك ايه؟ ان هم ما بيسيبوش حد عايش في الجزيره؟ بيقول له زي ما قلت لك كده، وانا ولا بحس تجاههم بالكره ولا بالتعاطف، انا كل اللي انا بعمله ان انا عايش في سلام. وبقول له مارو هم مين التنسة دول بالظبط وليه ما بيسيبوش حد يخرج من الجزيره؟ بيقول له باختصار كده دول اقوى كائنات موجودين على الجزيره، ممكن تقول كده ان هم اللي بيحكموا الجزيره وبيعاقبوا اي حد بيخشها. بيقول له ما تقلقش لان اللي بيتعاقب هنا مش بيموت بسهوله، عشان الناس اللي بيموت دول بيكونوا هم المصدر الاساسي للاكسير. وفعلا بيكون التنسة مخلص على الاخين وبيرموهم في حفره كبيره كده، والحفره دي بتكون كلها اموات والورد والاغصان بتكون مغطيه عليهم، وبتبدا الاغصان تلف على الولد واخوه بيجري عليه زي المجنون عشان ينقذه. بعد كده بتقول له اعذرها بس يا اسطى كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي ببصره، وحاسه ان انت بتضحك علينا. بقول لها ما تقلقش بالنسبه للاكسير فهو موجود فعلا، وبيقطع جزء من ايده وبيبدا ان هو ينمو من تاني، وبيقول لهم ان هو قدر ياخد جزء بسيط من الاكسير، وده اللي بيخليهم ينصدموا حرفيا. وبتقول له يا مضى يعني انت يا اسطى فعلا قدرت تعيش 1000 سنه؟ بينما مارو بيبدا يحط السيف في وش الطفله وبيقول له هل بقى الامر ده بينطبق عليها هي كمان؟ والبنت بتخاف لدرجه انها بتعيط، ويا مضى بتزعق له وبتقول له ما تهدى يابا انت مستوي نفسك عليهم، ويزورها بتوبخه لان هو بيهدد الاطفال، وكنت بتخطف اطفال وانت صغير على. وبيقول لهم الوحش من الاخر كده انا مش فارق معايا اذا كنتوا انتوا صدقتوا ولا لا، بس فعلا هي دي ارض شينسينكو واللي بيخشها بيستعوض نفسه ان هو ممكن يخرج منها تاني. وبنشوف مارو ويامودا هما بيتمشوا في القريه، وبيقول لها مارو الحمام اللي انت كنت فيه ده ايه نظامه؟ بتقول له زي الفل لان انا عايز اخش اغير على جروحي. بيقول لها مش من الجيد ان انت تلغي دفاعاتك. بتقول له لا يابا عيب عليك. بيقول لها ما هو باين بأمارة ما كنت قاعده بتفقري واحنا بنتكلم. وبتبدا تقول له انت فعلا هتثق في كلام الوحش ده ولا ايه الكلام؟ وقتها بنعرف ان الراجل ده اسمه هوكوكو والبنت بيكون اسمها ميهي، وبنعرف ان هم عايشين في الجزيره من بدري وما فكروش ان هم يخرجوا منها وقرروا يعيشوا فيها بسلام. وبتقول يا مدى ان هم ما غلطوش في الكلام اللي هم قالوه، بس هي برضه لسه مش مصدقه. بيقول لها مره على الكلام التنسة لا ما تقلقيش خالص سيبهم لنا. بعد ما بيروحوا الحمام بيشوفوا الطفله، واول ما بتشوفهم بتبدا تعيط، ولما مارو بيقلع هدومه بنشوف كميه جروح وكدمات في جسمه غير طبيعيه، وبيبدا يفتكر زوجته لما كانت بتقول ان هو بيجهد نفسه كتير على الفاضي، ولازم زي ما بيدي وقته للشغل لازم يدي وقت للراحه ويهتم بنفسه، ولكنه ما كانش بيحب الاستحمام وكان عامل زي القطط كده. بس مراته بتنزل بالجردل فوق دماغه، كانت بتقول له اعتبر نفسك انت الجندي وانا المخطط الاستراتيجي بتاعك وسيب لي نفسك خالص لان كل اللي انا عايزاه منك انك تعيش في سلام. وبيحس مارو ان هو حن الايام الماضي، وده بالظبط اللي بتعمله يا مضى مع ميهي. وبيقول مارو البنت صغيره لو انت خايفه من الجروح اللي على ظهري فاحب اقول لك ان دلوقتي ما تخافيش خالص، اي نعم ان في جرح كبير على ظهري بس المظاهر مش كل حاجه. وده اللي بيخلي يا مضى تستغرب لان مارو فعلا انسان مش اجوف زي ما بيقولوا. وهو ماشي البنت بتمسكه والظاهر كده ان هي حبته واتعلقت بيه، وهم خارجين يا مضى بتقول ان الشخص ده فعلا مش شرير ولا اجوف ولا حاجه ولا حتى خالي من المشاعر زي ما بيقولوا، لانه بدا يتغير كتير عن الاول. بس ظاهر ان مارو في اللحظه دي كان في قمه الغضب لان ما عادش حاجه فارقه معاه غير انه يرجع لزوجته، بمعنى ان هو لازم يحصل على الاكسير بكل ما يملك من سعرات حراريه. نرجع لشخصين لزاز جدا من زمان ما ظهروش، ودول لهم معزه عندنا شخصيا، عشان كده لو جرى لهم حاجه انا هزعل واجيب ناس تزعل. الاتنين دول بقى من ساعتها هم بيتمشوا على الشط كده من بعد ما فكروا يهربوا من الجزيره ومحاولتهم فشلت، فقرروا ان هم يفضلوا على الشط يدوروا على حاجه تساعدهم يمشوا من الجزيره، ولكن ما بيلاقوش. والبنت نورجيه بتعرض على السياف ان هم يدخلوا الجزيره ويطلعوا لاعلى مكان فيها ويحددوا الاتجاهات، وبعدين يرجعوا تاني ياخدوا اي سفينه ويخلعوا من هنا، ولكنه بيرفض وبيقول لها اي حاجه تانية الا ان انا اخش الغابه دي، انت ما تعرفيش هي فيها ايه، كفايه الحشرات بنت الجزمه اللي بقرصه واحده منها كفيله ان هي توديكي في داهيه، ومش كفايه انت ضحكت عليا وطلعت بنت عشان كده ما اسمعش نفسك طول ما انت معايا وانا المسؤول منك فاهمه. بتنشكح وبتقول له تمام يا اسطى اصبر بس ناخد الاكسير ونلاقي طريقه نخرج بيها من هنا وعلى طول هتبقى البيست بتاعي. بيقول لها والله انت دماغك واخداكي في حته ثانيه خالص، اهم حاجه نلاقي دلوقتي طريقه نخرج بيها من الجزيره دي. وبينما هم بيتكلموا بتخرج واحده من وسط الغابه وبيستغرب جدا وبيسالها ايه اللي جابك هنا ولا انت منين اصلا، فتقول لهم الاجواء في الجزيره بقت مزريه جدا كل ده بسبب البشر، وبيبدا جسمها يظهر فيه عروق وشكلهم كده هيتعمل معاهم الجلاشه. والمعلمين اول ما بيشوفوا منظره بيفتحوا سبرنت وهاتك يا جاري، ولكن
التنسة ده وراهم وبيستغرب وبيقول لهم انتوا بتجروا ليه، وده اللي بيعصبه منهم وبيخليه يضرب السيف بايده كده بيطيره حرفيا، وده اللي بيخلي البنت بتنصدم وبتكون مفكره ان هو مش هيقوم تاني، ولكن على مين يابا، بيقوم من تاني وبيطلع السيف بتاعه وبيطير نص وشه، ولكن بتشوف هو بيعالج السيف. احب اقولك ان هو طول ما هو موجود اطمني خالص، ولكن المعلم بتاعه بيضربه بايد السيف على دماغه وبقول له جرأة ايه هلف انت مش عارف تتعارك مع حته تنسى حقير عويل، هو ده اللي انا علمتهولك عشان تبقى عارف لما تحب تعجز الخصم اللي قدامك لازم تقطع له رجليه يا اما تطير له رقبته خالص. وبيديله خبطتين تاني على دماغه وبيقول له خساره المهارات اللي انا علمتها لك، تلميذ عار. بيقول له تمام يا معلمي، بس هو يجي تاني بس وانا هعمل معاه الصح، وعرفه ان المعلم بتاعي هو شيون، وده اللي بيخلي المعلم بتاعه منشكح لانه لحد دلوقتي لسه عايش وما انخدش. ونورجيه واقفه كده اللي هو قشطه وانا معاك، وبيسال المعلم بتاعه انت ايه اللي جابك هنا الجزيره دي اصلا، وانت هنا بتعمل ايه؟ بيقول له انا لما خلصت المهمه بتاعتي اخدت مركب عشان اهبق من الجزيره دي، وقعدت ادور بقى على طيار هوا يرجعني لبلدي وما لقيتش اي حاجه. ونورجيه بتقول له ده بالظبط اللي حصل معانا، لدرجه ان احنا كنا خلاص ركبنا السفينه ولكن بقى اللي حصل وزي ما انت شايف رجعنا تاني. بيقول لهم ما تقلقوش انا عرفت مكان طيار حلو قوي هنقدر منه ان احنا نرجع لبلدنا. وبيقولوا له فين يا معلمي الكلام ده فين؟ بيقول له اهدى عليا ما انا جاي لك في الكلام. انا بعد ما سمعت صوت طيار الهواء واستشعرت وجود وحوش خطيره جدا في اعماق البحار، فقررت ان انا ما اروحش لوحدي هناك واشوف كده كام بقف معايا علشان اعرف اواجههم. بيقولوا له سايمون كلام جميل، دلنا انت بس على مكانهم واحنا هنقوم معاك بالواجب. لحد هنا والكلام كان جميل، واذ فجاه بيطلع سايمون السيف بتاعه وبيوجهه في وش نورجاي، فبيقول له السيف ايه يا اسطى انت نظرك ضعف ولا ايه؟ فبيقول له لحد هنا وكفايه ما ينفعش تخبي عليا اكتر من كده، عايز افهم حاجه انت ليه بتحمي المجرمه اللي معاك دي؟ من المفروض اصلا ومن القانون لو عملت اي حاجه تقتلها، بس اللي انا شايفه ان انت ضد القانون وما ينفعش تتعاون مع المجرمين وتديهم امان، وده بالظبط اللي انا عملته مع المجرمه الرقاصه اللي كانت معايا اللي كانت عايزه تتحفرش بيا، ولكن على مين يابا؟ اول ما اخترقت القوانين اخترقت انا كمان الطبيعه وقطفت رقبتها زي الفراولايه، بس انا ما كنتش قاسي عليها عشان كده قطعت رقبتها. بس اللي انا عايز افهمه بقى انت ليه بتحمي المجرمه دي؟ لا تكونش خايف منها، لا لو انت مش قدها سيبها لي وانا هخلص عليها. وعشان تبقى عارف انا قرأت عن كل المجرمين اللي هنا وعارفهم واحد واحد، لان انا شايف اللي انت بتعمله ده هيبوظ سمعه العشيره. ولكنه بيقف في وشه وبيقول له حاسب عندك، هو انا يعني لما كنت صغير كنت امام مسجد؟ ده انا كنت عرباجي صايع، ولما انت شفتني ثبتني واخدتني وعلمتني غصب عني. بيقول له المعلم بتاعه بالظبط يا بغل، لان انا كنت شايف فيك امل، كنت حاسس ان جواك ساموراي صغير في يوم من الايام هيبقى عظيم. بالظبط، قيس بقى الموضوع ده على نورجاي، فيها امل كده وعندها موهبه، حاسس ان هي انسانه نظيفه وفي يوم من الايام هتبقى ساموراي عظيم. بقول له لحظه واحده تصدق اقنعتني؟ لا بس بصراحه اقنعتني، بس خلي بالك لو حسيت ان البنت دي خطر عليا او على العشيره هعمل معاها الصح. بيقول له تمام يلا بينا بقى نروح نخلص على التنسة. ابني انا شغلتي ان انا اخلص على البني ادمين، ولكن في وقت فراغي ممكن اعمل حاجات كتير زي ان انا اساعد الناس مثلا، واثناء ما شفتك بتلعب بالعصايه شفت فيك موهبه من بطل بجد. نورجاي بتصرخ في المعلم بتاعه بتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت سبته ليه وتخليت عنه؟ مش ده تلميذك برضه؟ بيقول لها وعمل ده عشان يدينا فرصه ان احنا ننجو، ولو رجعت مش هيبقى قدامنا غير الموت الحتمي، ومهما حاولنا مش هنقدر نواجه الكائنات دي، ولكن اوعدك يا تنزا ان انا دفعهم الثمن غالي قوي، لان تنزا ده مش تلميذي وبس، ده اخويا بجد. للاسف دي كانت نهايه تنزا على يد التنسة. توقعوا مين هيواجه المخلوقات دي في الحلقه الجايه؟ وبعد ما التنسة خلص عليه قدروا الاثنين يهربوا. نرجع لاسايمون سانتا اللي بيدور في كل الكتب على معلومات عن الجزيره والتنسة، ولكن من كميه المعلومات وتدخل الاحداث دماغه كانت هتنفجر من كميه المعلومات، وبتقول له سكرة تقدر تستريح دلوقتي وكفايه ارهاق لحد كده، بس هو بيقول لها مش هنام الا وانا مخلص كل اللي ورايا. وما بيفوتش دقيقتين وبيكون صوت شخيره مسمع في القريه كلها. مارو بيفتكر كلامه لما كان بيقول له الموضوع فعلا خطير، ولو ما فكرناش كويس قبل ما نعمل اي حاجه هنروح في داهيه. وصدقني لو التنسة دول هم اللي بيحكموا الجزيره هيبقى شبه مستحيل ان احنا ندخل المنطقه بتاعتهم من غير ما نكون عاملين خطه. مارو فقد السيطره على نفسه، ما بيقدرش يصبر اكتر من كده، وفعلا بيكون رايح يدور على الاكسير بنفسه ولوحده، بس لو لقاهم هيبقى هو ده مصيره الوحيد. الضباب بيكون عالي جدا لدرجه ان هو ما بيقدرش يشوف اي حاجه،
بس بيفتكر كلام الوحش لما كان يقول لهم ان هم هيمشوا من الجنوب عشان يوصلوا للقريه، فبيقرر يسمع كلامه ويمشي من الجنوب، وبالطريقه دي هيقدر يوصل لهواري، وهي دي منطقه منتصف الجزيره اللي بديهيا كده فيها الاكسير، وطبيعي التنسة هيكونوا موجودين. بس قبل ما ناخد اي خطوه تانية، تتوقعوا غبي مارو اول ما يوصل هيعمل ايه؟ هل هيلاقي الاكسير كده ويرجع بسلام، ولا يواجه التنسة ويا قاتل يا ندمان؟ معروفه يعني مش محتاجه. وبالفعل بيوصل مارو قدام الجزيره وبتكون مغطاه بالضباب، والغريب الاشجار دي بتكون بتعمل صوت وكانها بتتكلم وشبه الوحش اللي قابلوه في القريه، بس هما ما بيتحركوش، وبيفكر يقرب منهم وبرضه ما بيتحركوش. يفتكر كلام التنسة لما قال له انه من الخطر انهم ياخدوا اي خطوه من غير ما يكونوا عارفين هما يعملوا ايه، ولكن مارو بيقرر ان هو يكمل في طريقه وما يستسلمش، وانه لازم يلاقي الاكسير ده مهما كان الثمن، لان تفكير الاسايمون غير تفكير المجرمين او النينجا، ومهما كان المكان ده خطير فده ما يمنعش ابدا ان انا ارجع ومعايا الاكسير، لان هو ده الخيار الوحيد اللي قدامي. في الجهه التانيه بيكونوا قاعدين والوحش بيحكي لهم عن ان هوراي دي لسه جميله وزي ما هي، عكس خالص القريتين اللي اتدمروا بسبب الوحوش اللي موجودين، وهي دي فعلا شينسينكو، والمكان اللي موجود فيه الاكسير. بيكون مارو وصل قدام بوابه باين عليها انها من صنع البشر، وبيقول في نفسه لو كان ده فعلا هوراي فاكيد الاكسير ورا البيبان دي، ولكن يا خطوه ما تمت. بيظهر ورا التنسة اللي قتل تنسى الحلقه اللي فاتت. بينصدموا هما الاتنين اول ما بيشوفوا بعض، خصوصا مارو لما بيشوفه بيقول ان هو شكله شكل الانسان ولكنه كائن غير كده خالص، وبيكون زعلان وبيقول له انتوا ليه دايما بتيجوا في الوقت اللي بكون انا فيه في خدمتي؟ بص ممكن تمشي دلوقتي على ما اخلص الشيفت بتاعي وهيجي مكاني مغفل تاني، وقتها بقى تبقى تعالى، وهو هيتفاهم معاك، بمعنى ان هو هيمسكه ويخلص عليه. غبي مارو وقتها بيعرف ان هما بيحولوا البشر لاكسير الحياه. ساعتها هما الاتنين بيهجموا على بعض وباقصى سرعه، وبيتفاجئ التنسة ان دراعه انكسر وما بيلحقش يعمل اي حاجه، وبيكون مارو كسر رقبته. مارو بيكون مستغرب جدا من سرعته ومهارته العاليه في القتال، لان ده عكس اللي كان متوقعه من شويه. قبل ما ناخد اي خطوه تانية، تتوقعوا مين اقوى، غبي مارو ولا التنسة الخالدين؟ مارو بيستخدم مهاره النينجستو اللي عنده بيولع في راسه، ولكن الوحش ما بيتاثرش بكل ده، وفي نفس اللحظه بيهجم عليه مارو وبيطيره في الحيطه، وبيكون مفكر ان هو كده قتله ولسه هياخده علشان يعمل منه اكسير الحياه، ولكنه بينصدم لما بيلاقيه لسه عايش. ساعتها التنسة بيقول له انت قوي كده ليه؟ قابلت واحد زيك من شويه كان بنفس قوتك دي بس قتلته، انا ما قابلتش حد زيك كده من قرون. مارو بينصدم لما بيعرف ان هو عايش طول المده دي، وبيقول له فين الاكسير يلا، وبينزلوا طحن في بعض وشوف منين ولد دي. بس مارو عارف ان هو ولا نار ولا اسلحه هتحوق في جتته، لان قوته البدنيه عاليه جدا، وبيقول انا لو فضلت في المعركه دي في النهايه انا اللي هخسر، لان انا اللي بستنزف قوتي، لانه خالد حتى اللهب ما بينفعش معاه. بس في حاجه انا لسه ما جربتهاش، وبيديله رجل في بطنه وبيطرشه دم حرفيا. الوحش مستغرب من اللي بيحصل، وبيطلع طاقه غريبه من ايده وبينزل على مارو باللكمات، ومش مدي مارو فرصه حتى ان هو يدافع. مارو بيعرف ان مفيش فايده من الدفاع، ولازم يتفادى الضربات دي باي شكل. من الضرب بيكون خلاص هيغمى عليه، ولكن بيفتكر زوجته بيقدر يسترجع حماسه من تاني وبيتمالك قوته. ايا يكن اللي هيحصل رغما عن انف امك يالا انا اللي هاخد الاكسير يعني هاخده، وبيفضلوا يضربوا في بعض بقوه جنونيه، ومارو رافض الاستسلام. تعالى يالا انت عايزها مدعكه، بس لو اقدر اجدد نفسي زي ما هو بيعمل كنت هدمره قبل ما يفكر حتى. مارو بيفقد اعصابه من كميه الهجمات اللي بيواجهها التنسة، ما بيقدرش يستحمل ولا ملاحق يجدد نفسه. يا جدعان من سرعه مارو ايده ما بقتش واضحه، وبالفعل بيقدر يدمر التنسة. وبيسأله المرة التانية فين الاكسير يالا؟ وقتها الوحش بيبدأ يطلع زهور من كل مكان لحد ما بيغطوا جسمه بالكامل، وبيتحول لوحش مليان بالزهور. مارو بيقول في نفسه ايه يعني مش اول مرة واجه وحش في الجزيرة، لازم اركز واحدد الهجوم هيبقى فين علشان يرد الهجمة اقوى. ساعتها الوحش بيكون صاعقة كهربائية شديدة جدا بتلزق مارو في الارض. بيحاول يستخدم مهارة النينجستو ولكن مفيش طاقة في جسمه. بيفتكر كل اللي بيحصل معاه وكمية المخاطر والوحوش الغريبة اللي عمالة تقابله، لدرجة ان هو بيفتكر نفسه في كابوس. ساعتها بيفتكر زوجته من تاني بتقول انت كنت في احد تقدر تتصدى هجمة الوحش. في الجهة التانية بتكون ساكورا واللي معاها دوروا على مارو في كل مكان، ولكن ما قدروش يوصلوا لاي حاجة بسبب الضباب. ساكورا عاوزة تدور على مارو باي طريقة، ولكن البنت يزورها بتقول لها يا دوبك كان مجرد بيساعدنا في القتال مش اكتر، انت ليه مهتمة كده؟ ثواني، مش غريب ان يكون في اسايمون عاوز يدور على المجرم بتاعه؟ المنطق بيقول عكس كده. الوحش بيقول لهم لو هتروحوا انا هاجي معاكم، لان ميهي مش موجودة هي كمان، وظاهر ان هي راحت مع مارو. وبالفعل بياخدوا بعضهم وبيروحوا علشان يدوروا على مارو، وبيقولوا للوحش لو وصلنا لهناك التنسة هيكونوا موجودين. وقتها بيحكي لهم عن التنسة دول 7 من النساك، منهم رجالة وستات.
او من ده على ده مش فارقه، كده كده ما هماش بشر. وبيكونوا قاعدين كلهم مع بعض عاملين قعده عرب، وبيجي كبيرهم وبيقول لهم البشر وصلوا للجزيره وشكلهم مختلف عن اللي قبليهم، عددهم صغير بس قوتهم ضحايا وحرفيا ممكن يعملونا بطاطس. كل ده بسبب الحيوان اللي بيحرس الشط اللي بغباء استهفأ البشر. انت فعلا صعبان عليا. وده بعد قتال مارو معاه امبارح بقى بطاطس وشكله بقى عجوز كحيان. الباقيين مش مصدقين انه بسبب بشري خلاه يستخدم تحول الكايشيكان بتاعه. التحول ده بيدوله فرصه تانية للنجاه. بيقولوا له انت اتعاملت مع البشر اللي في الجزيره؟ قال له ايوه، موتهم ورميتهم في الحفره وزمانهم بقوا شويه ورد دلوقتي. بيقول لهم انا مش عايزكم تستهينوا بيهم لانه قتل وحش مستحيل ان بشري عادي يقتله، ولو فعلا باقي البشر اللي معاه اقوياء زيه فالموضوع هيبقى مأساوي وصعب جدا. وانت قتلت الراجل اللي خلاك تتحول التحول ده؟ بيقول له ايوه قتلته وعملت معاه الصح، ده بكذب الابل. بيتحدوا كلهم وبيقولوا كده مفيش حد هيقدر يقف في طريقنا. وبنشوف التنس اول ما بيشرب من المشروب ده بيرجع لهيئته الطبيعيه من تاني، ومش محتاجه يعني باين قوي ان هو الاكسير. الوحش بيقول لساكورا هما ما كانوش 7، هما كانوا شخص واحد في الاساس وتعلم كل المهارات دي وتكرر 7 مرات. وما تسالونيش ازاي، شبه بعض بس كل واحد بيقدم دور مختلف، وهم ال7 اللي بيحكموا الجزيره. بس الكلام ده من الخرافات اللي كنت بسمعها لما كنت صغير. بيسالوه كنت صغير ازاي؟ بيقول لهم لما كنت زيكم. كل اللي في الجزيره دول كانوا بشر في الاصل، كانوا بيعيشوا اعمارهم طويله، كونوا كره وازدهروا، بس لما كانوا بيموتوا ما كانوش بيتحللوا وكانوا بيتحولوا لشجر. هو ده اللي حصل لنا هنا. في الجهه التانيه بيكون مارو صحي وبيعرف ان البنت هي اللي انقذته. وقتها بيعرف مارو ان هم مش آلهة ولا حاجه، دول شويه وحوش عندهم قوه زياده شويه، وعشان احصل على الاكسير لازم ان انا انهي عليهم حرفيا. وطالما هم وحوش فاكيد في طريقه لقتلهم، بس لازمني خطه للكلام ده ويكون معايا شخص او شخصين كمان. وبيتقابل مع مجرم من المجرمين اللي معاه على الجزيره. بيفوق مارو وبيشوف السياف والمجرم اللي بيقول له انا كنت شايف شيء مرمي على الارض، فكرته حاجه تانية بس طلع انت تعرف ان انا ممكن اموتك بضربه واحده، لان باين عليك ان انت طالع من خناقه مفرهداك حرفيا، ولو هجمت عليك مش هتعرف تعمل معايا حاجه. مارو عارف ان هو بيتكلم صح وانه فعلا بيستغل نقطه ضعف في الوقت ده، ولو هجم عليه الفوز هيبقى ليه. بس مارو بطبيعته التحليليه للي قدامه بيقول له بص لنفسك انت الاول، وقفتك غلط وحتى عندك دراع مش موجود ومش هتعرف تحركه، بمعنى ان انا برضه ممكن اهزمك من ضربه او ضربتين. هو بيفضلوا ينكشوا في بعض زي العيال الصغيره، بس السياف اللي معاه بيقول لهم يا جدعان الموضوع مش مستاهل كل ده، مش كل واحد هيقعد يستعرض مهاراته، ده مش وقته. كل اللي لازم نعمله دلوقتي ان احنا نجمع اكبر قدر من المعلومات. وبيسالوا فين الاسايمون اللي المفروض يكون معاك، ومين البنت اللي وراك دي؟ انت تعرف ان انت لو كنت قتلتها فاحنا كده مش هنعرف نحصل على اي معلومات، بس احنا هناخد المعلومات دي منك من غير اي قتال. بقول له انت شايف نفسك كده ليه؟ يابا على فكره انا ممكن اقوم بيكم انتم الاثنين. مارو الفتك عايز يقتلهم هما الاثنين في وقت واحد، بس بيفتكر التنسى اللي طلع عينه على ما خلص منه وبيغير رايه وبيقول لهم يا جدعان انا مش عايز اقاتل، انا محتاج مساعدتكم. وبينزل المجرم عليه بالسيف، بس مارو ما بيديش اي ردة فعل. ساعتها بيتاكد ان هو فعلا مش عايز يقاتل، وبيقول له انا اتخدعت فيك فعلا، انت طلعت اكبر مما كنت متخيل. بس السيف بيقول له بالعكس انا شايف ان هو اقوى من كده بكتير، وهو بيستخدم ذكائه دلوقتي مش اكتر. وفعلا ده اللي مارو بيعمله، هو بيبدا يحكي لهم عن التنسى. الرجاله اول ما بيسمعوا الكلام ده بيفضلوا متنحين هما الاثنين، وبيحصل لهم ايرور كده لحظات. مارو بيقول لهم ومش كده وبس، ده انا مسكته وقتلته وحرقت راسه وكسرت عظمه كمان. والغريب ان هما ما بيموتوش اصلا. بيقولوا له اوبا ده انت طلعت جامد نار. بيقول لهم بس كل ده ما يهمنيش، اللي يهمني ان انا احصل على الاكسير عشان اعرف ارجع لزوجتي، وانا مستعد ان انا اعمل اي حاجه علشان امتلكه. المجرم بيقول له كده حلو قوي، انا فعلا كنت بدور على محاربين اقوياء والتنسى دول طلعوا اقوى حاجه هنا. وبيقول لهم انا العفو ده ما يهمنيش، كل اللي يهمني الاكسير وبس، لان اول ما الاقيه هاخده واشربه، ساعتها هقدر اعيش لمده طويله من الزمن وهخلد اسمي في التاريخ. الاسايمون ومارو بيقولوا له ايه الكلام الجامد ده، انت طلعت بتفكر غير باقي مخاليق ربنا. والسيف بيقول لهم انا موافق ومش فارق معاه اصلا مين هياخد الاكسير، المهم ان انا اجمع معلومات عن الجزيره وعن الكائنات الغريبه دي والعلوم في حد ذاتها يعني. وبيتحدوا هما الثلاثه على كل اللي قالوه وكمان على قتل التنسى. وقتها البنت بتصحى، بس مش ده الغريب ان هي كبرت وتخطت سن البلوغ كمان. البنت دي من شويه كانت صغنونه كيوته كده، هو ايه اللي حصل؟ البنت بتحاول تتكلم، اول حاجه بتقولها هي غبي مارو. بيمسكها وبيقول لها انت لازم تعرفيني كل حاجه عن الاكسير دلوقتي، عاوز اعرف انت مين بالظبط. بس لما بيفتكر ان هي اللي انقذته بيتحول وبيقول لها انا اسف، بعد اذن حضرتك سعادتك يعني ممكن تعرفينا اكتر عن الاكسير؟ هو انت تقربي للتنسى دول؟ في الجهه الثانيه بنرجع للمجموعه
اللي ما فيهاش حد سالك لوجه الله. الاسايمون سنتا بيقول للراجل الشجره انت قلت ان التنسة دول بيستخلصوا ارواح الناس في هواري. اصل بعد الكلام اللي انت قلته ده انا اتاكدت من حاجه، وهي ان المكان ده مستحيل يكون شينسينكو الحقيقي. المكان ده عباره عن مكان ديني ومن صنع البشر، والاسماء المستخدمه كمان اسماء لديانات مختلفه، ثقافات كتير وتقاليد متجمعه في مكان واحد. كل الحاجات اللي شفناها دي اللي بيعملها هو شخص واحد واسمه مورو ماكيا. كان واحد بيحاول يأسس دين جديد، كان فاضي يعني، وبيقول ان الديانه اللي بيتكلم عليها دي شبه المكان ده بالظبط. وباين قوي ان هو جايب شويه ديانات مع بعضهم وحاططهم في مكان واحد، ما جابش حاجه جديده يعني. عشان كده انا اتاكدت ان المكان ده مشوه بمعنى الكلمه. يزورها بتقول له ايه يا اسطى انت في سلوك ضربت في دماغك ولا ايه؟ انت عمال تهرب من الصبح وانا سكتالك. بيقول لها ده مش الدين لوحده، ده حتى الوحوش وتركيب الجزيره كمان. كل الحوارات دي والناس اللي بتتحول لزهور وتقدر ترجع تاني، كل ده من صنع شخص واحد علشان يخلي الناس تفكر تيجي للجزيره. بس كل اللي لازم نعمله دلوقتي ان احنا نلاقي الاكسير ونلاقي طريقه نرجع بيها من الجزيره دي. يزورها بتقول له لو كان كلامك صح فصعب جدا ان احنا نهزمهم، لان كلامك ده اتبنى على الاف السنين، وزمان مارو والبنت ميتين دلوقتي. بس ساكورا بتقول لها مارو مستحيل يموت بالسهوله دي، انا متاكده ان هم عايشين وموجودين في مكان ما على الجزيره. في الجهه الثانيه بيكون مارو بيقول للبنت انت اكيد تعرفي معلومات عن الانتنسن دول، واكيد عندك الطريقه اللي نهزمهم بيها، فيا ريت تعرفينا. البنت بتقول كلام كتير غير مفهوم وبتقعد تهري كده شويه لحد ما بيطلعوا بكلمه واحده منها وهي التاندن، ودي معناها في فنون القتال السره، بس اللي هم لسه مش فاهمينه يعني ايه التاو. في الجهه الثانيه بيكون ساكورا واللي معاه عرفوا معنى التاو ايه، وان التاو ده هو تدفق القوى في العالم كله، وكل حاجه في العالم ده من صنع التاو في الاصل، والتنسن فعلا بيقدروا يستخدموا التاو ده. وبنشوف معلم تنزا مره تانية ونور جاي عايزه تنتقم لحبيبها وبتترجاه علشان يعلمها فنون السيف، بس هو بيرفض لانه مش عايز يشوف حد من تلاميذه تاني بيموت قدام عينيه، وبيقول لها انا بس اللي هنتقم ليه، هو انت اخرك تتفرجي وبس. بس هي بتفضل تتحايل عليه وتشد في جلابيته علشان يعلمها، لان هي مش عايزه تشوف حد يموت قدام عينيها تاني وما تقدرش تساعده. بس هو بيفهمها بعض من الاشياء اللي ممكن تفيدها. بيقول لها ان العالم ده عباره عن موجات، والموجات دي بتبقى حوالين اي حاجه، ومن الموجات دي اقدر اعرف طولك ووزنك، واستخدام الموجات ده مش بيطور حواسك وبس، ده هيقوي جسدك كمان، ولازم تكوني بتقدري تتحكمي بحواسك علشان تعرفي تستخدمي الموجات دي. وبنعرف من الراجل الخشبي ان علشان تقدر تستخدم التاو لازم تتقن الين واليان والفاضي والمليان، اهو اي كلام بيتقال، وان هو ده مفتاح القوة الوحيد. وبيظهر ولر سايمون وحش عملاق بس هو بيخلص عليه في اقل من ثواني، وحوش بتظهر لمارو واللي معاه، وبيقول في نفسه علشان تقدر تهزم التنسة لازم تكون متقن للتاو، بس بيلاحظ ان في شخص واقف ورا الوحوش. وعلشان نعرف ازاي البشر بيتحولوا لاكسير لازم يرموهم في الحفرة دي احياء، بس بتقوله مش ممكن البشر يخرجوا من الحفرة دي. بيقول لها ده مستحيل اصلا، لان كل الناس اللي في الحفرة مش هيخلوا حد يخرج منها، لان اللي هيحاول يتسلقها هيمسكوا بيه، وهيبقى من الصعب ان هو يخرج للحافة. بس الكلام ده مش بينطبق على الاسايمون واخوه، واللي بنشوفه هو بيتسلق الحفرة دي وشايل على ظهره اخوه وبيقدر ان هو يخرج منها. اخوه بيقول له احنا لازم نقتل التنس دول باي شكل. بيقول له ازاي؟ احنا لازم نخطط للكلام ده بعبقرية الولا. بيقول له ولا خطة ولا حاجة، انا عرفت ان نقطة ضعفهم في اسفل جسمه، وده اللي انا لاحظته لما قطعت جزء من جسمه، وقدر ان هو يجدد نفسه من تاني. بس مش ده المهم، المهم ان هو بيجدد نفسه وكأنه بينبت من جديد زي النباتات بالظبط، يعني مركز قوتهم واللي يعتبر نقطة ضعفهم هو من الاسفل بالظبط زي النباتات. فجأة بيظهر واحد غريب بيقول لهم الله انتوا لسه عايشين اهو، ما تقلقوش انا مش هقتلكم دلوقتي، انا بس هتكلم معاكم في كلمتين. واللي جايب الراجل ده هنا هم التنسة اللي امروه ان هو يحرس الحفرة، وبيقول لهم كل الوحوش اللي بره دي اغبياء وما بيفكروش وما لهاش الحق ان هي تدخل هواري، واذتكم من الشعر بيت اللي بيتحكم فيهم هم التنسة، ساعتها بيقدروا يفكروا. وبيقول لهم بالذوق وبالادب كده ارجعوا الحفرة وتحولوا للاكسير وانتوا ساكتين. بيقولوا له ولا انت شكلك عايز تتربى، وبيهجم عليه وبيقطع له كف ايده، وبيقول له لو قدرت اخلص عليك هتبقى خطوة كويسة ان نوصل للتنسة. الراجل بيستدعي الوحوش من الجزيرة، الولد بيهجم عليه من تاني، بس الشخص اللي قدامه عارف ان كل اللي بيعمله ملوش لازمة لان هو مش عارف يستخدم تاو، وبيديله ضربة وبيوقعه على الارض حرفيا وبينزف. الاسايمون اخوه بينصدم، اخوه بيحاول يناديه علشان يفوقه، والوحش بيقول لازم اخده الحفرة قبل ما يموت علشان يتحول لاكسير الحياة يعني، ولسه هيمسكه وبيقوم الولد ماسكه من زلمته واخدها في ايده، وبيقول له مالك يا هلف اهملت دفاعك ليه؟ وبيقول لاخوه توما روح يا اسطى شوف انت بتعمل ايه وكمل على الوحوش اللي باقيه، وانا هتعامل مع المتخلف ده. والوحش اللي قدامهم بيكون مصدوم وبيقول ده اكيد مش انسان طبيعي، وبيسأل نفسه لما كان هو في الحفرة هل ممكن يكون اختلط بيها؟ تشوبي بيقول له انا حسيت بحاجة غريبة وانت بتضربني، يا ترى
ترى ايه هي؟ بيقول له الوحش مش ممكن، اصلا انسان عادي ما بيحسش بالتاو. بيقول له بقول لك ايه، مش هنهري كتير مع بعض، من الاخر يعني دي قوه الوحوش ويقصد بيها التنس. ولما الوحش ما بيردش عليه بيتاكد فعلا ان هي دي قوه التاو، والوحش فعلا بيشوف ان الهاله بتاعته بتبدا تتطور وبقت اقوى من الاول، وبيهجم عليه كام هجمه كده بتصيبه، ولكن التاني بيقدر يتفاداها. بس الوحش بيكسر له دراعاته. الغريب ان تشوبي بيقدر يعالج نفسه من تاني، وبيظهر على دراعاته ندبات غريبه، وبيضربه ضربه بتطيره حرفيا. والوحش فعلا بيشوف ان الهاله بتاعته بتتطور بسرعه كبيره، وبيقول ان هو كده قدر يتخطى قدرات البشر. توما بيقول ان اخوه يقدر يتكيف على اي حاجه وفي اي حته، بس هو بدا يقلق بسبب الحاجات اللي بتظهر في جسمه دي، وبيبدا يحس بقوه التاو في جسمه. وبيقول للوحش انت مش خايف لا تتحول وما تبقاش بشري؟ بيقول له مفيش حاجه في العالم ده ثابته، وبيهجم عليه بيضربه ضربه في بطنه، وبيقول له انت والجميع في النهايه نقطه ضعفكم في منتصف جسمكم. وخلاص يا باشا، الولد هالته زادت بطريقه غير طبيعيه، والمره دي فعلا قدر يشوف الهجمه ويتفاداها. وبيقول له انا كده قدرت اشوفها، انا كنت عارف من الاول ان في حاجه بتبعث الطاقه دي من جسمك. ولسه بيستدعي الوحوش، الا ان توما بيقول له مفيش داعي، انا قمت بالواجب وخلصت لك عليهم كلهم. وبيقول له يلا يا زميلي وريني قوتك وشجيني. ولسه هيهجم عليه، الا ان تشوبي بيفعص له ايده حرفيا، وبيقول له انا كده عرفت ان انت لما بتغطي جسمك بالقوه دي ما بتزودش دفاعاتك. وبيقول ان هجماته المره اللي فاتت على تنسن كانت بدون اي فايده، وده بسبب ان هو ما كانش فاهم اي حاجه ولا حتى القوه دي شغاله ازاي، وفعلا بيقدر يتحكم فيها وبيخرجها من ايده، وبيضربه ضربه في بطنه حرفيا بيبوظه خالص. وبيقول له كده اخيرا اقدر اتغلب على التنسن دول. وبيسالوا فين التنسن يلا، وبتبدا الندبات اللي في جسمه تتحرك، وده اللي بيخلي اخوه توما مستغرب جدا، وبيقول هي دي حاجه طبيعيه ان العلامات دي تتحرك كده ولا ايه الكلام؟ المهم ان اخويا بخير وما ماتش. في الجهه التانيه بيكون تنين السيف في عركه مع الوحوش وعلى كتف البنت ميهي، وبيقول لها ايه رايك في قدراتي؟ هل بقى المستوى ده اقدر اتحكم في قوه التنسة بيه ولا لسه؟ بتقول له لا، وهي اصلا ما بتكونش عارفه تتكلم وما بتردش غير بكلمتين بس، وهما بقوه ولا. قصدها يعني ان هي بتحتاج قوه ضعيفه. المهم ان هو ما بيكونش فاهم منها اي حاجه، وبيكمل في العركه بتاعته، وقصاده مارو اللي بيكون نازل تقطيع في الوحوش يابا ومش راحم حد. وتنين السيف بيقول هو اي نعم جسمه صغير بس قوته جباره، وبيسال البنت تاني اذا كان مارو يقدر يستعمل قوه التاو دي، بس هي بتقعد تلفت بالكلام برضه وما بيفهمش منها حاجه. الاسامون اللي معاهم بيكون اي جثه مارو بيرقدها هو بيمسكها وبينزل تحليل فيها، وبيقول له مارو انت بتعمل ايه يا ابني؟ بيقول له لا ده انا بس باخد عينه منهم، لان بصراحه كده كل محل الوحش بيكون غير اللي قبله، وتركيب الوحوش دي مختلف من ناحيه الهيكل الداخلي بتاعهم، والغريب ان اعضائهم اللي جوه شبه اعضاء الانسان. وعلى ما اظنه من اللي انا طلعت بيه من الحوار ده ان كل كائن بيبقى له نقطه ضعف مختلفه. وبيقول له الاغرب بقى البنت اللي انت جايبها لنا دي اللي مختلفه عن البشر خالص. وبيبدا مارو يفتكر لما هي انقذته وطلعت قوه غريبه من جسمها، وما اظنش ان في بني ادم عادي يقدر يعمل الكلام ده. والوهله كده بيلاحظ ان وشها بيبدا يتغير، ولما البنت بتلاحظه عمال يبحلق فيها بتبدا تخاف وبتعيط، فبيقول فعلا ايا كان هي برضه جواها طفله صغيره. وتنين السيف بيقول له بطل يا عم تبحلق في البنت عماله تعيط. والاسايمون بيقول ان غبي مارو ما طلعش اجوب زي ما بيقولوا، وان هو انسان اكتر ما الناس كانت بتتكلم عليه. وفجاه بيهجم عليهم واحد من اللي شغال مع التنسن، بس التنين السيف بيقدر يتصدى لهجومه، وهجمه مع هجمه بيقدر ان هو ياخد البنت ميهي. وبيقول لها اخيرا لقيتك سيدتي، وبنعرف اصلا ان اسمها ميا مش ميهي. وبيبدا بقى الوحش ده يتكلم عن نفسه وبيقول ان هو عدى قرون على طرد السيده ميا من القصر، ومره واحده اختفت، ومن وقتها وانا بدور عليها، وبس لاني محظوظ قدرت اخيرا ان انا الاقيها. وبيكون منشكح قوي وبيقول لها يلا بينا نرجع للقصر لان احنا محتاجين مساعدتك. بس مارو بيقول له هو في ايه يابا وايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيقول له لا ده انا المفروض اسال السؤال ده، ايه اصلا اللي مخلي واحده من التنسن تبقى مع البشر الحقراء اللي زيكم، وازاي يعني وهي اصلا بتتغذى على البشر؟ وقتها مارو بيتاكد فعلا ان البنت دي مش انسان، ومارو بيقول في نفسه انا لو سبت البنت دي هبدا افقد سبيلي وممكن انسى هدفي اللي انا جاي علشانه، ومش عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي. بس لما بتبص له البنت ميا وبتكون بتعيط بيعرف ان هي محتاجه لمساعدتهم، وفعلا بيبدا ان هو يدافع عنها. وبيقول له التابع على فكره انت بتعمله ده غلط عليك ايها البشري القذر. بيقول له بقول لك ايه انا مش همهزق نفسي اكتر من كده، انا بصراحه مش عارف انا بتصرف كده ليه، بس ده مش طبيعي. بس كل اللي انا عارفه دلوقتي ان انا مش هخليها تعيط تاني، واعلى ما في خيلك اركبه لانك ما تعرفنيش، وانا كل ده ما اظهرتش مارو الحقيقي. وبيقول له تمام يا زميلي انت اللي جبته لنفسك. واذ فجأة بيطلع واحد
من وراه، وما تسالنيش ازاي لان هم برضه مستغربين زي كده. وبيبدا يلم كل الحشرات اللي في الجزيره. ايه ده بقى، انت زعيم الحشرات دي كلها؟ ده انا هنفخك. والوهله كده مارو بيعرف ان في واحد منهم بيتحكم في الحشرات والتاني بيتحكم في الديدان دي، وبيبدا يحلل انهي واحد فيهم مزعج، وبيقول له تنين السيف بسبب الحشرات المزعجه دي انا فقدت ايدي وجي الوقت اللي انا انتقم وانفخكم. بيقول له الاسايمون على فكره يا اسطى انا اللي عالجتك ومفروض تشكرني يعني. بيقول له يا عم متشكرين ليك جدا، اللي انا استفدته من الحوار ده يعني ان مهارتي في السيف تطورت جدا ولسه هيهجم عليه الا انه بيهجم عليه بضغط الهواء. ومارو بيتاكد ان هي دي قوه التاو، وبيقول له تنين السيف ما تهاجمهمش كده وش لوش لان هما بيضربوا ضربات خفيه، وبيبداوا كلهم ينزلوا طحن في بعض. واحد فيهم بيهجم على مارو بالحشرات بتاعته والتاني بيهجم على تنين السيف بهجمات متتاليه ورا بعض وسريعه جدا لدرجه ان هما بيبعدوا عن بعض. وبيبدا مارو يقول لهم انتوا ليه اصلا مهتمين بالبنت دي مع انها خايفه منكم ومش طايقاكم؟ وبيقولوا له ان هي مهمه جدا لدراسه التاو والتدرب على استعمالها، وهي مهمه جدا لتدريباتنا، ووجودها مهم بس لانكم بشر متخلفين فانتم مش هتفهموا حاجه. وبيبدا يشرح لهم عن مراحل التاو ان هي ليها 5 مراحل، واهم مرحله فيهم هي المرحله الخامسه وبتكون محتاجه لشريك. والاسايمون بيساله كده وبيقول له شريك ده اللي هو، بيقول له ايوه بالظبط 2 متجوزين يعني. وبيكمل توضيح ليهم وبيقول لهم ان قوه التاو بتعتمد على الين واليان، والين ده المفروض موجود عند الراجل واليان موجود عند المراه، وقيس كل ده بقى على اي ذكر وانثى موجودين في العالم بتاعهم. وبيقول ان انت لما بتوصل للمرحله دي بتبقى شخص فتاك وبتقدر تغير في اي حاجه. وقتها مارو بيفتكر التنسن اللي واجهه وان هو كان بيقدر يتحول لذكر وانثى، وطبعا ده كله كلام فاضي. وبيقول لهم ان التنسن برضه بيقدروا يتحكموا في القوتين مع بعض، انما الاشخاص اللي زينا بيبقوا محتاجين لشريك علشان يقدروا يتقنوها. ساعتها الرجاله بيعرفوا ان هم عايزين ميهي عشان كده وكده يعني، ساعتها يقدروا يتقنوا مهاره التاو. وبيقولوا لان ميهي اقل من التنسن فهم طردوها من قريه هواري واجبروها ان هي يا اما تستمر في التدريب معاهم يا اما هموتوها. واتدربت معاهم فتره وبعديها اختفت. واول ما مارو بيسمع الكلام ده بيبدا يشيط من الغضب وبيقول لهم يعني انتوا بقى واكلينها حلاوه على قفا البنت الغلبانه دي. وتنين السيف بيقول له انا عايزك يابا تخش عليهم وتعمل معاهم الصح، بس هو مش محتاج منه الكلام ده لان مارو حرفيا جاب اخره. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه نفس اللي حصل مع ميهي حصل مع مراته بسبب الظروف اللي عانتها والتشوهات اللي حصلت لها في وشها بسبب ابوها، وان هم مفكرين النساء لعبه في ايديهم. وبيقول لهم انا شايف اللي انتوا عملتوه ده ذنب لا يغتفر، عشان كده انتوا هتتنفخوا حالا. وبيقولوا لو جه معاك يا زميلي بكده فانت اللي جبته لنفسك. وبيدمجوا نفسهم في الحشرات وبيبقوا كائنات ضخمه وبيتحولوا لوحوش وبيهجموا على بعض وكل واحد بيتوصى بالتاني. ومارو بيستعمل الجوستو بتاعه على الوحش وبيطير له دراعه وبيبدا ان هو يستعمل نفس الضربات الخفيه، وبيكون مستغرب وبيقول ان هي مش نفس قوه ضربات التنسن ولكن لحد دلوقتي مش قادر اشوفها. وبيهجم عليهم مجموعه من الفراشات الكتير ومارو بيقوم واخد نفس عميق وبيسويهم كلهم حرفيا. وقبل ما بيهجموا عليهم مارو بيقول لو بس كنت اقدر افهم كلام البنت كنت قدرت افهم تقنيه التاو دي، بس المشكله ان انا ما عنديش وقت ان انا اتعلمها لان قدامي خصمين. ولكن في اللحظه دي الاسايمون بيقول لهم ان هو فعلا قدر يفك كلام ميا وقدر ان هو يفهم منها كل حاجه وكمان قدر يحس بقوه التاو اللي عنده. وبيبدا فعلا يخلي ميا ان هي تلمس ايد مارو بحيث ان هي توصل له ان هو يشوف قوه التاو دي. وبتبدا ميا ان هي تكلمه وبيقول له اسايمون انه لازم يقدر يتحكم في قوته بحيث يضعف عقله وفي نفس الوقت يكون قوي. وبيقول له اللي هو ازاي يعني. وبعد ما بتقدر ميا ان هي تخليه يشوف تقنيه التاو بيقول له الاسايمون اي نعم انت مش هتقدر تتعلمها في يوم وليله ولكن على مين يابا، ده مارو الاجوف. وبمجرد ما بياخد الكلمتين من البنت بيقول لهم بس انا كده فهمت كل حاجه، وبيروح علشان يتعامل مع الوحوش. ولسه الاسايمون بيحذره الا انها بتقول له مارو كبير جدا، بمعنى ان التاو بتاع مارو كبير جدا. ولما بيهجموا على مارو بيقدر ان هو فعلا يتفادى كل هجمات التاو، والجماعه بيكونوا مصدومين وانه ازاي قدر يتعلمها بالسرعه دي. ولكن تنين السيف بيقول له ان ده مش غريب على واحد شينوبي من قريه واغاكوري، لان انا كنت سمعت ان في اشخاص من القريه دي بيقدروا يستعملوا قوه غريبه بتخليهم يتفوقوا على قوه البشر، ويمكن هم ما يعرفوش معنى التاو ولكن في طبيعي هم بيقدروا يستخدموها ولكن بطرق تانية. وقتها مارو بيقول لنفسه رغم كل التدريبات اللي اتدربتها في قريه ايواغاكوري الا ان انا ما سمعتش عن التقنيه دي ولا هم علموها لي. ووقتها بيقدر يحس بكل حاجه حواليه وبيقدر يحلل قدرات الخصم ويعرف ان هو هيهجم فين علشان يقدر يتفاداها قبل ما يسدد له اي ضربه. وبيقدر فعلا يحس ان جسمه القوه اللي فيه زادت بطريقه جباره، وفي نفس الوقت حاسس بالضعف اللي جواه وبكل المشاعر اللي يقدر يحس بيها لان هي دي من مميزات قوه التاو. ولسه هيهجم عليه الوحش الا ان بضربه واحده من مارو بقوه التاو بيفرتكه من كل ناحيه.
والشخص اللي كان بيتحكم في الحشرات دي بيقول اكيد الضربه دي مش ضربه عاديه ولا حتى قوه النينجستو، دي بقوه التاو. وقتها مارو بيتاكد ان هو فعلا بقى في قوه التنسن ويقدر ان هو يواجههم، وبيساله عن مكان التنسن وايه لازمتكم، ولانه عارف ان هو ما قدموش خيار تاني غير انه يعترف والا هيموت، بيقول ان التنسن مكلفيننا ان احنا نراقب البشر واي فرصه تجيلهم ان هم يموتوهم على طول، لانهم عرفوا ان البشر اللي موجودين على الجزيره المره دي مش عاديين، ولو استسهلوا معاهم هيسبب لهم ضرر كبير. واثناء ما هو بيتكلم معاهم بيحاول ان هو يستجمع قوته علشان يهجم عليهم، وفجاه بيطلع حشرات من وراهم كبيره جدا، بس مارو بيقدر يحرقهم كلهم حرفيا، وتنين السيف بيكون فاض بيه الكيل وبيخلص عليه وبيقسمه نصين حرفيا. وفي الجهه التانيه بيكون يامادا ويزورا والشله الجميله دي بيكونوا قدروا ان هم يوصلوا لمنطقه هواري، ومش بس كده دول قدروا ان هم يفتحوا البوابه كمان، وبيكون قصادهم من بعيد واقف واحد من التنسة، ويا دوب بحركه واحده من صباعه بيخلص على راجل الخشب اللي معاهم، وما اظنش ان هم دلوقتي في امان. بعد ما الشله الجميله وصلت لمقر هواري وكمان فتحوا البوابه، نتفاجأ بان رجل الشجره بيطير راسه من قبل واحد من الحكام اللي حرفيا بمجرد ما بيحرك ايده بيطير له راسه، واول ما يزورها بتشوفه ما بتستناش يابا وهو بتاخد بعضها وتفلق من مكان. بس على مين؟ على التنسة؟ ما اظنش. على طول الحاكم بيمسكها في اقل من ثواني، والسياف اللي معاهم بينبهر انه ازاي انتقل من مكان لمكان في لحظات كده. يامادا بتعرف فعلا ليه زورا كانت عاوزه تهرب، لان هي حست بآلة طاقه منه كبيره جدا وعارفه انه مختلف عن باقي الوحوش. وقتها بتقرر ان هي تدافع عنها وبتقول له سيب صاحبتي بدل ما غزك يوم. بتقول لها يا زورا انت بتعملها متخلفه، انت هربي بسرعه. والحاكم بيبص ليامادا وبيقول لها ايه الثقه اللي عندك دي، انت شكلك مختلف عنهم بقى. بتقول يامادا في نفسها ان لازم اخد بالي منه كويس لان انا مش مستعد لاي هجمه منه. سيف بيتفاجئ ان رجل الشجره لسه بيتكلم وهو راسه مقطوع، وبيقول له الشخص ده من احد الحكام السبعه اللي موجودين على الجزيره. الحاكم بيسمعه وبيقول له انت لسه عايش، ده انا هنفخك، اتشهد على نفسك بقى لان انا هموتك لان انت عملت جريمه لا تغتفر، دخلت لنا بشر الجزيره وكمان ساعدتهم ان هم يوصلوا لنا، لا ده انت بيجح بصحيح. بيقول له الشجره والله يا معلم انا ما عملت حاجه، انا بريء، ده هم اللي ثبتوني وخلوني اقر على كل حاجه، واللي جابنا هنا انهم كانوا بيدوروا على صاحبهم وانا بس ساعدتهم في الطريق. بيقول له يعني انت ما تعرفش ان المكان اللي انتوا دخلتوه ده هو المختبر السري بتاعنا، وكمان ما تعرفش ان كل الكائنات اللي موجوده على الجزيره دي هي نتيجه اختباراتنا وتجاربنا، وكمان انت عارف البشر اللي موجودين على الجزيره هنعمل فيهم ايه. وفجاه في كائنات شبه الزومبي بتمسك في زورها ولا كانهم شافوا لحمه قبل كده، وبنعرف ان البشر دول اتعمل فيهم كده من الحكام لانهم حاولوا يهربوا من الجزيره، وبيقول لهم ان البشر اللي بقدرات خاصه بنقدر نصنع منهم احلى حاجه عندنا. زورها بتقول انت تقصد اكسير الحياه؟ بينصدم وبيقول لهم انتوا كمان عارفين اكسير الحياه؟ انا مش عارف ايه الخرافه اللي مجننه البشر دي ومخليهم كل شويه يجوا الجزيره ومفكرين ان في مشروب بيديهم قدره الخلود. احب اقول لكم ان مفيش حاجه من الكلام ده حقيقي، وان اللي موجود ده مشروب فقط اللي بيشربوه الحكام اللي زينا علشان يجددوا من جسمهم، انما البشر حتى لو جربوا المشروب ده هيتحولوا لشجر، ومهما تدوروا مش هتوصلوا للي انتوا عايزينه. ساعتها يامادا بتقول هرسوا ده الولا مارو لو عرف بالكلام ده مش بيقعد يطب ساكت، ده كان امل الوحيد علشان يقدر يرجع لحياته الطبيعيه وياخد العفو. وبيقول لهم يلا بقى علشان اخدكم واشوف هتنفعوا تبقوا اكسير ولا لا. البنت يزورها على طول بتختفي وبتظهر وراه وبترزعه ب10 اسهم في ظهره، لها وكمان بتطير رقبته، وبتقول له يامادا حلو قوي كده هو مات. وبتقول لها طب هنعمل ايه مع الخدم بتوعه دول اللي شكلهم ما بيتحركوش غير باوامر منه. بتقول لها يزورها احنا ولا هنعمل ولا هننيل، احنا هنطير من هنا. وبتسيبها وبتجري بس بترجع لها مره تانية وبتقول لها انا اسفه ان انا استندلت عليكي وجريت اول ما شفت الوحش، بس انت طلعت اجدع مني ووقفت تساعديني. والبنت يامادا مش مركزه اصلا معاها وهي في وادي تاني، بتديلها قلمين ولكن مفيش فايده، وبتكون بتفكر في انه ازاي مارو هياخد الموضوع ويعديه كده. وبتكون يامادا بتساعد الراجل الخشبي بس يزورها بتسيبهم وتمشي وبتجري تاني. ساعتها الحاكم بيكون جدد نفسه وبيقول البنت دي فعلا عندها قدرات عاليه، بس هي غلطت لما قالت ان الاشخاص دول الخدم بتوعي، وبيطير فوقيها اتنين وبتنفخوا فجاه وبينفجروا، بس بينصدم لما بيشوف ان هي قدرت تهرب من الانفجار في ثواني كده. وبيقول لها ان دول مش الخدم بتوعه، دول شويه العاب من اللي عنده. العاب ايه؟ الله يخرب بيتك. وبيقول لها شكلك كده قويه وبتقدري تستخدمي قدره التاو. بتقول له بس يا اسطى احنا ما عندناش حاجه اسمها قدره التاو، اللي انا اعرفه التشي. بيقول لها مش مهم الاسماء، المهم ان انت بتعرفي تستخدمي القدره
القدره دي، وبيقول لها جهزي حالك بقى علشان انا هموتك حالا. ساعتها السيف واخيرا بينطق وبيقول له فيا يا اسطى وانا كيس جافه واقف قدامك، انا مش عاجبك ولا ايه؟ عمال ترغي مع دي وترغي مع دي ومش مديني اي اهتمام. وبيقول له قبل ما تهجم عليها بقى لازم تهزمني انا الاول. وجنبه يامادا بتستعد هي كمان لمواجهته. تفتكروا هيقدروا عليه؟ بيقول لهم انتوا مش مهمين بالنسبه لي لانكم اضعف بكتير من ان انا اواجهكم، انما بقى النجمه دي فانا هعلمها ازاي تستخدم قدره التاو وهتوبها النهارده. وبيقول اسايمون الظاهر كده ان احنا دخلنا العركه فعلا. وبتقول له يزورها والنبي يا اسطى نقطنا بوسكاتك علشان احنا محتاجين نركز. وعلى طول الحاكم بيهجم عليهم بس يامادا بتقف وتتصدى له وبيقول لها انت اللي جبتيه لنفسك، وبيضربها ضربه بقوه التاو بيطيرها وما بتقومش. وقتها يزورها بتتصدم وبتنادي عليها. بيقول لها الحاكم ما تشغليش دماغك بيها، خلينا في موضوعنا، ايه رايك في قوه التاو اللي عندي؟ بس فجاه دي الاتنين بيطيروا واللي بيكون عمل كده هو السياف اللي معاهم. وبيقول له انا مش قلت لك قبل ما تكلمها لازم تهزمني انا الاول؟ بيتضايق الحاكم منه وبيروح علشان يخلص عليه. ساعتها المعلمه يزورها بقى بتطلع المسحوق بتاعها اللي بتشربه وبيخليها تحس ان هي حمار وحش في نفسها. وبتقول ما بديهاش بقى، وبتطلع خيوط عنكبوتيه من جسمها اللي انا اصلا شاكك ان هي خطوط عنكبوتيه. والله شكلها يقلق. وبتكتف بيها الحاكم. الماده دي بقى لما بتيجي على اي حد وده اللي بيحصل معاه فعلا. وبتكمل عليه تقطيع يا باشا تقولش الشيف براك في عز شبابه ورك هنا ورك هناك. ولكنه مش هنخلص. المتخلف الرغاي ده بيقدر يجدد نفسه من تاني وبيقول لها على فكره القوه اللي انت استخدمتيها دي شبه جدا قوه التاو. ولما السياف بيشوفه هو بيجدد نفسه بيقوم مطير عينه وبيقول لها كده احنا قدرنا نعميه ومش هيشوفنا. بس هو بيبص له وبيقول له انت غلبان قوي يا اسطى. بيحاول السياف ان هو يهجم عليه بكل الطرق ولكنه بيقدر يتفاداه بكل هجماته وبكل براعه. ومن الناحيه التانيه يزورها بتكون بتحاول تهجم عليه بالخيوط اللزجه بتاعتها وبرضه ما بتقدرش. واول ما بيقدر ان هو يقرا افكارهم بيهجم على يزورها وبيمسكها من رجليها وبيضرب بيها الاسايمون. هو بيشيلها من رجليها زي الفار وبيقول لها على فكره قوه التاو دي بتتحس مش بتتشاف. والظاهر ان هم علموكي قدره التاو دي غلط، وان القدره دي اللي بيمتلكها بيكون عنده موهبه، وللاسف البشر دول ما عندهمش اي مواهب عشان يقدروا ان هم يتقنوها بشكل كافي. وبيقول لهم من الاخر كده انتوا مش هتقدروا تقفوا قصاد حكام الجزيره. والاسايمون بيكون مصدوم وبيقول احنا فعلا بنواجه وحش حقيقي وقوي جدا. ساعتها عمدو بيكون فايت من الغيبوبه بتاعتها وبتكلم الراجل الشجره وبتقول له ما تفتكر لنا اي حاجه كده يا اسطى تكون نقطه ضعف في المخلوقات دي. بيقول لها والله انا مجرد خادم هنا وكل اللي اقدر اقوله لك ان هم اقوياء جدا واحب اقول لك ان مفيش امل. بتقول له يا عم الله يخليك افتكر لنا اي حاجه من الاساطير بتاعتكم القديمه، احنا بالشكل ده هنذهب الى الجحيم الله يخرب بيت. على الاقل افتكر البنت مية اللي انت محتاج تعيش علشانها. الحاكم بقى بيكون بيتكلم مع زورها وبيقول لها على فكره قدره الانتقال اللي انت استخدمتيها دي شبه قدره التاو بالظبط، وبصراحه كده انت اكتر بشري بهرني بقدراته اللي شبه قدره التاو. امال لو شاف مارو بقى. ويامادا من وراه بتحاول تضربه لكنه بيتفادى هجومها بسرعه وبيقول لها انت لسه عايشه، انا كنت مفكر ان انت بعد الضربه اللي انا ضربتها لك دي مش هتقومي تاني. وبيقول لها واضح ان انت عندك قدره التاو بس بمستوى متوسط. بس هي ما بتسمعلوش وبتهجم عليه. والاسايمون بيقول لها على فكره هو يقدر يقرا تحركاتك ويتوقعها. بتقول له يا عم انا عارفه نقطنا بسكاتك انت بس. بتضرب السيف بتاعها بطريقه عشوائيه فيه وبيرشق في بطنه. الراجل الخشبي بيقول لها بسرعه اضربيه في منتصف بطنه لانها فعلا نقطه ضعفهم وهي منتصف جسمهم. وبتقدر فعلا ان هي تسيبه في بطنه بس مش بتقدر ان هي تخلص عليه. وبيقول لها ان هي لو كانت قويه شويه كانت هتقدر ان هي تنهي عليه. ومن الاخر كده طول ما انت مش بتمتلك قدره التاو مش هتقدر ان انت تتخلصي عليا. بس يامادا بتقول له انا توقعت برضو ان انت هتقول الكلام ده. وبتطلع السيف بتاعها وبتضربه ضربه في نص جسمه وما بيقدرش ان هو يتفاداها. والغريب ان كل ده وهي مش متعلمه قدره التاو. وبيقول لها الاسايمون ويزورها على فكره الاصابه اللي انت عملتيها في جسمه دي ما التأمتش زي باقي الجروح. بتقول له انت لما قربت مني حسيت بطاقه مش غريبه عليا. ايوه هي دي نفس الطاقه اللي انا شفتها عند مارو والمجرم ركورتو لان حسيت بنفس القوه دي عندهم. الاسايمون بيقول لها انت متاكده ان غبي مارو بيمتلك قوه التاو دي؟ بتقول انا مش متاكده بس حاسه بكده والاكيد ان هو بيمتلك قدرات اعلى من البشر. وبتقول بمجرد ان انا قدرت اقتل ركورتو فاكيد في طريقه ان احنا نقتل بيها الحاكم ده هو كمان. هو بيبداوا يعملوا خطه ان هم ازاي هيهجموا عليه بس فجاه الحاكم بيختفي وبيظهر قدام يامادا وهو بيحاول يهجم عليها بس يوزيرها بتستخدم الخيوط اللزجه بتاعتها وبتمسكه وبتقول لها يلا اديله الضربه القاضيه خلصي عليه. وبالفعل بتستعد يامادا ان هي تديله الضربه الاخيره بس هو بيستدعي الالعاب بتاعته علشان يفرقعها فيهم. بس الاسايمون بيخلص عليهم بالسيف بتاعه بس هو بيقدر يفك نفسه وبيهجم عليهم وبتقدر يزورها فعلا ان هي تتفاداها وتحمي كمان الاسايمون. وهجمه منهم على هجمه منه ولكن برضه مفيش فايده لحد ما بيطير في الجو بيقدر يستجمع قدره التاو وبيعمل كره دفاعيه وبيهجم بيها عليهم. هم مستخبيين من هجماته وبتقول يامادا اللي يزورها لازم نلاقي حل عشان نهزمه. وبتقول لها كمان ان اكيد في طريقه نهزمه بيها وان قصاد قوه التاو بتاعته دي في قوه برضه معاكسه ليها. بتقول لها يزورها ادينا
بتعملها محاولة أخيرة وبتشرب المشروب بتاعها علشان تستعيد قوتها اللزجة، وبتطلع علشان تهجم عليه وبتحاول إن هي تصيبه وياما تتخلص عليه، وبتبدأ إن هي تمسكه من رجليه بس هي بتهجم عليه بالقوة المدمرة. ساعتها يزورها ما بتتفاداش هجومه وبتفضل واقفة وبتتصدى لكل الهجمات دي، وبتقدر إن هي تسحبه من رجله وبترشقه في الأرض، وبتقول له أنت طلعت حاكم هفق صحيح وأي حد يقدر يمهزقك ويقل منك. بيجي من وراه الأسايمون وبيغصه في ظهره، وبتيجي يامادا علشان تديله الضربة الأخيرة وبتقدر إن هي تصيبه إصابة شديدة جدا، وبيقع على الأرض وما بيقومش منها، وبيفكروا إن هما كده خلاص خلصوا عليه، بس هما نسيوا حاجة. بيقدر يقوم من تاني وبيغز السياف في جسمه، وبيفعل تحول الكاشيكان بتاعه وبيتحول لوحش عملاق وبيهجم عليهم بالزهور اللي في جسمه. وساعتها هما الاتنين بيفقدوا الأمل وإن هما خلاص هيواجهوا كده مصيرهم المحتوم. بس فجأة واللي ما بيكونش في الحسبان الأسايمون المعلم تنزا بيجي وبيقطع كل الزهور اللي بتهجم عليهم. أسد يلا والله. بعد ما الحاكم جوكو تحول لوحش عملاق وحاصر يزورها ويامادا وكان خلاص هيخلص عليهم، ولكن بيظهر المعلم شين وبيقطع الزهور اللي كانت بتهجم عليهم وفي لحظات، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبتبدا البنت تشيل الزهور اللي على سنتا علشان تبطئ عمليه التحول اللي عنده. ساعتها يامادا بتسال الشجره يعملوا ايه مع الاسايمون، بيقول لها والله ما اعرف، انا عمري ما صادفتني حاله زي دي. يزورها بتقول لهم وسع كده انا هديله شفته من البتاع ده على امل ان هو يخفف جروحه. ويامادا بتسال نفسها هل المعلم ده هيقدر يهزم الوحش العملاق ده؟ بس نورجيه بتقول لها المعلم ده يقدر يهزم اي حاجه على الجزيره، ما يغركيش يعني. وبيكون فعلا المعلم بيتفادى كل هجماته وبيحاول ان هو يقراها، وغير كده قدر يتقن قوه التاو. وبيقول ان الريحه اللي هو شممها من الكائن ده نفس ريحه الكائن اللي قتل تلميذه، وبيقولوا انه كان طول ما هو على الجزيره بيحاول يتقن قوه التاو ووصل لمستوى عالي فيها لدرجه ان هو بقى بيقدر يواجه اي وحش موجود على الجزيره، وبقى بيسمي التقنيه دي هجوم الامواج. وبيقول ما بيديهاش بقى وبيبدا يستعد علشان يهجم عليه بقوه التاو، وبيتفادى كل هجماته اللي بيواجهها منه، وبيحاول ان هو يقرب علشان يديله الضربه القاضيه. وفي وسط كل ده بيهجم عليه الحاكم وبظهور بكميات كبيره جدا، بس على مين يابا؟ ده المعلم شين. بيتصدى الوحش هجماته وبيبدا يستخدم نفس الهجمات اللي استخدمها قبل كده، بس المره دي بطاقه كبيره جدا لدرجه ان الهجوم بقى عليهم من كل جهه وكأن الجو بيشتي. بس المعلم اول ما بيقرب منه بيغزه بالسيف في نص بطنه وبيمسكه وبيضربه بالرجل وبيطيره حرفيا، ويعني بص هو كده فتى، وده اللي بيبهر يوزورها ويامادا. بس الحقيقه ان الوحش كان عامل فيهم مقلب، وفجاه بيقوم وبيبدا المعلم ينبت بالزهور من كل ناحيه بسبب الاصابات اللي اتعرض ليها، وبيقول له الوحش بمجرد اصابه بسيطه مني ليك قدرت ان انا اقدر احولك لشجره من اشجاري. نورجيه بتنصدم من اللي هي شايفاه وبتكون عايزه تروح للمعلم بتاعها، بس هو بيقطع كل الزهور اللي على جسمه وبيقول له الوحش انت بتعمل ايه حقير، انت ما تحاولش تشيل الزهور دي لان هي بقت جزء من جسمك وبالطريقه دي هتخلص على نفسك. وبيقول له المعلم انت تعرف اهلك انت باللي انا بعمله. وبيقول له الوحش من الاخر كده بقى انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه، اخركم بس تفلصوا مني. وبيبدا المعلم يفكر ازاي هيتعامل مع الوحش ده، وبتبدا يامادا ان هي تستعد علشان تهجم على الوحش، وبتقول لها نورجيه انت رايحه فين يا حاجه؟ هو انت قادره تسندي طولي؟ بتقول لها مفيش حل قدامنا غير اننا نهاجم الوحش ده، لان لو هجم هجمه واحده على المعلم هيخلص عليه. وبتقول لهم احنا لازم نتحد علشان نلاقي نقطه ضعف للوحش ده والا هنموت كلنا. ولكن يزورها بتقول لهم انا مش معاكم يا جماعه، عيشوا انتوا، تصحوا تموتوا تندفنوا بالحياه مع نفسكم. فبتقول لها نورجيه انت شكلك كده، وبتروح تحضنها حضن من اللي هو ايه لما نفسيتك بتكون مش مستريحه كده زي حالاتي يعني. وبتقول لها انت بكده طاقتك رجعت لك وهتبقي زي الفل، وبتحضن يامادا هي كمان وبتقول لها كده طاقتك انت كمان بقت 10 على 10. وبنعرف ان هي عندها موهبه من وهي صغيره، وانها لما بتحضن اي حد بتقدر ترجع له طاقته اللي فقدها، وده اللي كانت بتعمله مع جدها وهي صغيره. واتاكدت بقى هي من الحوار ده لما عملت كده مع المعلم بتاعها، وبيروحوا هما الاثنين علشان يساعدوا المعلم ويقتلوا الوحش. بينما بقى يزورها بتكون ما بتعملش اي حاجه في حياتها، يا دوب هتشجعهم بس. ولما بيروحوا له بيقول لهم ايه اللي جابكم هنا متخلفين؟ انا مش قلت لكم ما تتحركوش؟ بتقول له يامادا بقول لك يا معلمي انت في حالتك دي مش هتقدر تعمل اي حاجه، واحنا جينا علشان نساعدك، واحب اقول لك ان انا اعرف نقطه ضعف للوحش ده. بيقول لها طب هي فين؟ بتقول له دي بتبقى في منتصف جسمه، وان هي اتاكدت من ده من اخر مره هجمت عليه. وبيبدا الوحش المعتوه يهجم عليهم، وبتقول لهم يامادا خلي بالكم من ان الزهور دي احيانا بتنفجر، واحنا جبنا السائل ده من يزورها علشان نقدر نفلت منه بكل سهوله. وبيبدا يهجم على نورجيه وهي بكل مهاره بتتصدى له وبتقطع له الزهور بتاعته، وده بسبب ان هي اتعلمت شويه حركات واخدت شويه نصايح من المعلم. الوحش بيحاول يغفله
بيقابلهم وبيهجم عليهم من تاني، ولكن يامادا بتتصدى له وبتقول له ما بيديهاش بقى، ابلع يا. وبتبدا ان هي تستخدم قدره التاو بتاعتها، وبكل مهاره بتقدر ان هي تقطع له الزهور برضه، وده اللي بيخلي المعلم بتاعهم منشكح وبيقول في نفسه لا البنت يامادا دي قوتها زادت بشكل كبير في الفتره القصيره اللي فاتت، وبصراحه عامله شغل جامد. وبيكون فرحان من ان هي قدرت تستخدم قدره التاو، وبيشجعها وبيقول لها عاش يا اسطى، بس خلي بالك لا تستنزفي طاقه كبيره من جسمك بسبب قدره التاو. وبيكون الوحش هجم عليهم، بس المعلم بيهجم عليه بقى وحرفيا بيفرتك له كل اغصان، وفجاه بيلاقي ما عادش عنده زهور يهجم بيها، وبيستغل المعلم الفرصه وبيهجم عليه، بس الوحش برضه مش سهل. ولكن على مين يابا؟ بيتصدى له وبيقدر يقطع له رجله، وبيخش على الرجل الثانيه، وده اللي بيخلي الوحش بيقع على وشه، ويزورها الرايقه من بعيد بتكون قاعده بتتفرج عليهم ولا كانها بتسمع فيلم. اندل شخصيه شفتها في المسلسل. وفجاه يامادا بتبدا تنزل دم من بقها بسبب ان هي استنزفت جزء كبير من قوه التاو، والوحش بيقدر يجدد نفسه من تاني، بس بيلاحظوا ان كل مره بيجدد نفسه فيها بتبقى ابطأ من المره اللي قبلها. وبيقول المعلم الكلام ده مش نافع، لازم اخلص على الوحش ده، انا مش هسمح لنفسي تاني ان انا اخسر حد من تلاميذي حتى ولو كان ده على حساب حياتي. وبيكون المعلم اصلا مستعد ان هو يضحي بحياته علشان الباقيين بسبب ان هو خسر تلميذ من تلاميذه قدام عينيه وما قدرش ان هو يعمل له حاجه، وبيهجم على الوحش وحرفيا ما بيكونش مديله فرصه، وفي اللحظه دي بيكون بيستخدم كل طاقته لدرجه ان هو بينفجر من الغضب. وبيكون الوحش لسه هيهجم عليه، بس يامادا بتقدر تثبت ايده في الارض وبتقول للمعلم يخلص عليه ويديله الضربه القاضيه، وبيبدا فعلا ان هو يستعد علشان يديله الضربه النهائيه، لدرجه ان هو بيقدر يوصل قدره التاو للسيف بتاعه. بس بتقابله مشكله وان هو ما بيكونش حاسس بنقطه ضعفه واللي هي بذره النواه اللي عنده، فبيقول له السياف لو قدرت ان انت تجرحه من النص فانت كده استهدفت بذره النواه، لان دي هي المنطقه اللي هو بيتاذى منها. وفعلا المعلم اول ما بيقطع المنطقه دي بالسيف بيظهر وشوش كتير للحاكم، واول ما الحاكم بيشوفه بيقول له انا كده فعلا ادركت ان دي نهايتي. وبمجرد ما المعلم بيجرحه بتبدا الوشوش دي تنفجر، وبيبدا الوحش بحاله يتلاشى وبتتطاير منه الازهار، وبعد كده بيطلع سائل منه وبتنبت الازهار في كل مكان. وبكده هم قدروا يخلصوا على اول وحش من التنسن بعد عناء طويل ومحاولات باءت بالفشل، ولكن الممكن ليس مستحيل. بعد كده بقى بيركنوا السياف على صخره وبيكون خلاص خلصان، وبتبدا يامادا تقول ليزورا ان هي تديله من السائل اللي معاها وده اللي هيشفي كل جروحه. بتقول لها يزورها بصراحه انا معيش غير واحد بس، وانتوا قدامكم حل من الاتنين، يا اما تدولي السياف او المعلم. بتقول لها يامادا طب ما فكره احنا ممكن نقسم عليهم هما الاتنين. يزورها هنتنا بتقول لها وانا رحت فين بقى ان شاء الله؟ لا انا ما اقدرش استغنى عن السائل ده، ولازم ابقى عامله احتياطاتي، وده اللي انا اتعلمته من قوانين الشينوبي وعمري ما هكسرها. المهم بعد الحوار ده بيوصلوا المكان وبيتفقوا، وبيقول لهم المعلم احنا لازم نحط خطه علشان نقدر نخرج من المكان ده ومن الجزيره بحالها، لاننا لو قابلنا حد تاني من التنسن يبقى احنا رحنا في طيس وموتنا قبل ما نهيص. وبتكون يامادا واقفه مع نفسها وداخله في مود نكد، وبتقول لهم انا متشكره قوي يا جماعه ان انتوا انقذتوني، لولاكم كان زماني ميته 30 مره دلوقتي. بتقول لها يزورها فكك من الكلام اللي انت بتقوليه ده وخلينا نشوف هنعمل ايه علشان نخرج من الجزيره دي. وفي الجهه الثانيه بيكون مارو قاعد وبيقوم مفزوع فجاه من مكانه، وبيقول له تنين السيف مالك يا اسطى في ايه؟ بيقول له انا عايز اعرف احنا فين بالظبط وبنعمل ايه هنا. بيقول له يا ابني احنا لقينا كهف ودخلنا نستريح فيه ونتدفى شويه. وبيكون الجماعه وصلوا المكان شبه القصر وبيكون شكله غريب جدا وملان تماثيل من كل ناحيه، وبيدخلوه وبيبداوا يفتشوا فيه وبيلاقوا فيه هدوم كتيره من بتاعه التنسن، ويزورها ونورجاي بيتضربوا عليها. بينما بقى ان المعلم بيقول لهم مش هينفع اللي انتم بتعملوه ده يا جدعان، بصراحه الوقت مش هيسعنا ولازم ان احنا نهرب قبل غروب الشمس والا سنفتك هنا. وبيبدا يقول لي يامادا ان احنا لازم نهتم بس بالمعلومات اللي هتفيدنا علشان نقدر نخرج من هنا، وكمان انا مبسوط ان انت قدرتي تستخدمي قدره التاو، بس خدي بالك لان افراطك فيها ممكن تسبب لك نتائج سلبيه وده ممكن يؤدي لموتك. ونفس الكلام بيكون تنين السيف بيقولوا لمارو. وبتبدا نورجاي تقول لهم احنا عمالين نهرى يا جدعان ونسينا اللي احنا جايين علشانه وهو الاكسير. وبتقول لها يامادا من الواضح ان الاكسير ده اكيد استهلك من بعد ما جينا هنا، وده طبعا من قبل الحكام اللي بيقدروا يتفوقوا علينا في قدره التاو بسبب الاكسير ده. وبالنسبه لانه موجود او لا فغبي مارو اكد لي اول ما وصلنا للجزيره لان رئيس العشيره بتاعه خالد وما بيموتش. ولكن هنا زورها بتفاجئها وبتقول لها بصراحه كده الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح، لانه احنا صغيرين المعلمين كان ممكن يورونا حاجات اي نعم ممكن تكون حقيقيه بس هي ما بتبقاش كده خالص. بتقول لها ازاي يعني؟ فبتقول لها زورها النينجا عندهم
قدرة من خلالها يقدروا يخليك تشوفي اللي هم عايزينه عن طريق قدرة النينجستو، وده اللي كان بيعملوا معانا المعلمين علشان بس يخدعونا ونبقى عايزين نتعلم القدرات دي زيهم. وفي الجهة التانية بيكون تنين السيف بيقول لمارو احنا هنعمل ايه بعد كده اصلا، وهل هنواجه تنسن ولا ايه بالظبط؟ بس مارو بيقول له والله ما انا عارف، انا ما عندش فاكر حاجة خالص. وبيتضح ان مارو اتصاب بفقدان ذاكرة مؤقت، وده طبعا جانب سلبي من جوانب قدرة التاو بسبب ان هو استهلك جزء كبير منها. وبعد كده يزورها بتقول له يامادا انا سمعت ان مارو جاي على الجزيرة هنا علشان شخص هو بيحبه، بس في حاجة يعني عايز اعرفها، هل اصلا ممكن يكون في شخص في السن ده ومتجوز؟ ويامادا وقتها بتقف في لحظة صمت كده وبتقول لنفسها هل فعلا ممكن يكون الكلام اللي مارو قاله ده كله ممكن يكون من ناحية الخيال، وان اصلا شنوب القرية بتاعتهم ده ولا هو موجود ولا اصلا اكسير الحياة موجود، وبيكون مارو ما عادش فاكر اي حاجة في اي حاجة. واحب اقول لكم ان ده كان الموسم الاول من حكاية جابي مارو، ما تقلقوش اول ما الموسم التاني ينزل هلخصه لكم على طول، بس طبعا ده بعد ما توصلوا الفيديو ده ل 500 لايك، عارف ان هي بعيد. طيب الى هنا كان فيديو النهارده، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كان معكم مراو وبيس.